بيبدأ الفيلم مع تومز والعمال بتوعه، ووقتها كانوا بيلموا الحطام اللي حصل بسبب معركة الافينجرز ولوكي. واثناء ما هم بيلموا الحطام بتظهر لجنة من شركة توني ستارك، وبيقولوا لتومز احنا اللي هنتولى مهمة الحطام ده وخدنا الاذن من الحكومة، وده علشان توني عاوز يحصل على المواد الفضائية الموجودة وسط الحطام. وبيطردوا فريق تومز من هنا، وتومز وفريقه بيتضايقوا عشان شغلهم اتاخد منهم. وبيطلع ان العمال خدوا بعض المواد الفضائية، وتومز جات له فكرة يكسب بها فلوس. وفضل هو وفريقه طوال ال8 سنين يصنعوا من المواد الفضائية اسلحة قوية جدا، وباع الاسلحة دي بفلوس كتير، وصنع لنفسه بدلة مدرعة بتخليه قادر يطير، وبالتالي بقى قوي زي الابطال الخارقين. بينما بيتر باركر في الوقت ده كان انضم لفريق توني ستارك لما حاربوا فريق كابتن امريكا. وبعد ما خلص المهمة دي توني ستارك وهابي بيوصلوه لبيته، وبيرجع لحياته الطبيعية وبيركز في دراسته، بس كان مستني اي مكالمة من توني علشان يخش في مهمة جديدة مع فريق الافينجرز. وفي المدرسة بيقابل صديقه المفضل نيد، وبيتر مش بيركز في كلام نيد بمجرد ما شاف ليز، لان بيتر معجب بيها. وبعد المدرسة كان بيلبس بدلة سبايدر مان عشان يحمي سكان المدينة من اي خطر، وبيوقف حرامي سرق عجلة، وبعدها بيدور على جريمة تانية، وسكان المدينة كلها بقوا عارفينه وبيحبوه جدا. وفي ليله من الليالي بيشوف عصابه بيسرقوا ماكينه ATM، وسبايدر مان مش بيتردد وبيروح عشان يمنعهم، بس العصابه دي بيستخدموا عليه اسلحه قويه جدا. ولما كانوا بيحاولوا يوقفوا سبايدر مان بالغلط بيدمروا المكان اللي هم فيه ومحلات تانية جنبهم. وبيتر بيتصدم وبيروح للمحل ده وبينقذ صاحب المحل من الحريق، وللاسف المجرمين كانوا هربوا. وسبايدر مان بيتصل بهابي المساعد بتاع توني ستارك وبيحكي له اللي حصل، وبيقول له ان كان في عصابه معاها اسلحه قويه جدا، بس هابي مش بيهتم بكلامه، وبيعتبر جريمه سرقه ماكينه البنك مجرد جريمه بسيطه، وبيقول له ما يتدخلش تاني في اي جرايم. وسبايدر مان بيرجع لبيته وهو محبط، وبيخش البيت من الشباك عشان عمته ماي ما تعرفش انه سبايدر مان، بس ما كانش يعرف ان صاحبه نيد قاعد في الاوضه، وبيعرف وقتها ان بيتر يبقى سبايدر مان. وبيتر بيقنعه ما يقولش لحد على السر ده علشان ما فيش حد يعرف بهويته غير اعضاء الافينجرز، ونيد بيوعده انه مش هيقول لحد. وبيتر بيقول له هحكي لك على كل حاجه بكره. وبعدها بيقعد مع عمته ماي وبيتعشوا، وبيشوفوا على الاخبار ان سبايدر مان منع عصابه من سرقه ماكينه ATM، وحصل انفجار كبير بس ما حدش اتاذى. وماي بتقول لبيتر لو شفت معركه زي دي في الشارع تلف وشك وتهرب على طول. وبنعرف ان ماي بتخاف على بيتر جدا. وتاني يوم بيتر بيحكي لنيد ان في عنكبوت عضني زمان وتحولت بعدها لسبايدر مان. وبعدها في المدرسه بيتر بيشوف ليز اللي معجب بيها بتتكلم عن سبايدر مان، وبتقول انها بتحبه وشايفاه افضل عضو في فريق الافينجرز. ونيد بيقول بصوت عالي ان بيتر يعرف سبايدر مان، وبيتر بيتوتر في البدايه وبيقول لليز انا قابلت سبايدر مان اكتر من مره. وزميلهم فلاش مش بيصدق القصه دي وبيطلب من بيتر يجيب سبايدر مان لحفله ليز بالليل. وبيتر ما كانش عنده حل غير انه يوافق، وبيقول لنيد ايه اللي خلاك تقول كده، فنيد قال له دي فرصتك الوحيده عشان تتعرف على ليز. وبالليل بيروح هو ند للحفله، وبعدها بيطلع يقف على بيت ليز وكان مستعد يظهر ببدله سبايدر مان، بس بيشوف من بعيد انفجار لونه ازرق فبيقرر يروح يشوف ايه مصدر الانفجار ده. ولما بيوصل للمكان بيشوف العصابه اللي باعوا الاسلحه لحراميه ATM، وكانوا وقتها بيجربوا الاسلحه عشان يبيعوها لمشتري جديد. وسبايدر مان بيكشف عن نفسه عشان يحاربهم، بس بيضربوه بالاسلحه وبيهربوا، وسبايدر مان مش بيسيبهم وبيطاردهم. وواحد من افراد العصابه بيتصل بتومز وبيقول له ان سبايدر مان بيطاردنا، وسبايدر مان كان هينط على عربيتهم بس تومز بيظهر وبيمسكه وبيطير سبايدر مان لفوق، بس سبايدر مان بيقدر يتحرر منه وبيقع في البحيره. وفجاه بيظهر ايرون مان وبينقذه من الغرق، وبيتر بيستغرب ان ايرون مان عرف مكانه، فايرون مان بيقول له ان في جهاز تتبع في البدله بتاعتك، ولما عرفت انك في خطر بعت البدله دي بسرعه. وبيطلع ان توني مش موجود جوه بدله ايرون مان، وفي الواقع هو بره البدله وبيتحكم بدله ايرون مان من عنده. وتوني بيأمر بيتر يبعد عن المجرمين دول عشان انا بعت ناس متخصصه يتصرفوا معاهم، ركز انت بس في الجرائم العاديه اللي بتحصل في البلد. وبيتر بيجادل معاه وبيقول له انا اقدر احارب المجرمين الخطيرين دول، بس توني بيرفض كلامه رفض قاطع وبعدها بيطير لبعيد. وبيتر بيلاقي على الارض قطعه من الاسلحه بتاعه تومز وبيقرر ياخد القطعه دي معاه. وتومز بيرجع لرجالته وهو متعصب جدا وبيقول لرجالته انا نبهت عليكم ما تستخدموش الاسلحه في مكان عام عشان ما حدش يشوفكم، بس واحد من رجالته اسمه برايس بيتريق عليه، فتومز بيطرده بره الفريق. وبرايس قبل ما يمشي بيهدد تومز انه هيسلمه للشرطه، فتومز بيقرر يقتله في الحال لان تومز بيتاجر في الاسلحه بشكل غير قانوني، ولو الحكومه او الافنجرز عرفوا هيقع في مشكله كبيره. وبيطلب من واحد اسمه شولدز يلاقي القطع اللي ضاعت منهم. وتاني يوم بيتر بيشوف شولدز جاي للمدرسه بتاعته، وبيتر بيتعرف عليهم لان دول اللي شافهم امبارح، وبيقرر يروح يراقبهم. وهم بيكونوا عرفوا ان القطعه اللي ضاعت منهم موجوده هنا وبيدوروا عليها بس مش بيلاقوها وكانوا خلاص ماشيين. فبيتر بيطلع
بيطلق جهاز تتبع صغير على لبسهم علشان يراقب كل تحركاتهم، وبعدها بيعرف انهم راحوا لمدينه ميرلاند. وللصدفه المدرسه بتاعت بيتر عملوا رحله مدرسيه لمدينه ميرلاند، فبيتر بيقرر ينضم للرحله عشان يوصل لهناك. ومن ضمن الطلاب كان في بنت اسمها ام جي، ودي ما كانش لها اصحاب وكانت عايزه تكون صداقه مع بيتر. وهابي بيتصل ببيتر وبيساله انت ليه مشيت من نيويورك، فبيتر بيكذب عليه وبيقول له انا رحت مع المدرسه في رحله، لان بيتر كان شايف ان دي فرصه ذهبيه علشان يقدر يثبت لتوني انه يقدر يحارب المجرمين ويبقى بطل خارق حقيقي. وبيتر وند بيقرروا يشيلوا جهاز التتبع من بدله سبايدر مان، وند بينجح انه يخترق البدله وبيعرف ان توني قافل مميزات وخصائص كتير في البدله، وبيتر بيطلب منه يفتح المميزات دي كلها علشان انا مبقتش صغير واقدر اتصرف. وند بيسمع كلامه، وبعدها كان رايح يتبع تحركات شولز، بس بيتفاجئ بليز وهي لابسه لبس السباحه وبتقول له انا وزمايلي رايحين حمام السباحه، يلا غير لبسك وتعالى معانا. وبعدها بيتر بيشوف ليز والبقيه في حمام السباحه وكان نفسه ينضم ليهم، خصوصا انه عاوز يقرب اكتر من ليز، بس بيقرر يمشي ويروح يحارب عصابه الاسلحه. وبعد ما اتبع تحركات شولز بيقدر يعرف مكانه، وبيشوفه قاعد في عربيته مع رجالته في محطه بنزين مهجوره، وبيتر بيتجسس عليهم وبيعرف انهم على وشك يسرقوا شحنه اسلحه فضائيه جديده، فبيقرر انه يوقفهم حالا، بس ما كانش يعرف يتحكم في اطلاق الشباك من ايده، وده لانه بعد ما فتح كل المميزات اللي في البدله فتح معاها تركيبات جديده لشبك سبايدر مان، وبقى عنده 576 طريقه لاطلاق الشباك، فبيرتبك جدا عشان مش متعود على الخصائص الجديده دي. وبعدها تومز بيوصل وبيتجه ناحيه الثلاث شحنات اللي هيسرقهم، وبيستخدم جهاز بيخليه قادر يقتحم الشاحنات عشان يسرق الاسلحه اللي جواها. وبعد ما خد اللي هو عايزه سبايدر مان بيوصل وبياخد منه شنطته وبيخش معاه في معركه، بس تومز بيضربه وبيقع جوه الشاحنه وبيشيل الجهاز بتاعه بعدها، وبالتالي سبايدر مان مش بيعرف يخرج من الشاحنه وبيتحبس جواها. ولما كسر باب الشاحنه وخرج بيكتشف انه موجود جوه اكبر مخزن متامن في العالم ومفيش اي وسيله ليه للخروج، فبيضطر يقعد يستنى اي حد يفتح المخزن، وبيحاول يسلي نفسه باي طريقه، وبيتكلم مع نظام الذكاء الاصطناعي اللي في البدله، وبيتر بيقرر يسميها كارين، وبيستغل وقت الفراغ وبيتدرب على القدرات الجديده اللي في البدله، وده عشان لما يخش في اي معركه تانية يبقى جاهز. وبعد ساعات بيحس بملل جدا وبيروح يفتح الشنطه اللي خدها من تومز، وبيشوف قطعه شيتوري المشعه، ودي شبه اللي لقاها على الارض قبل كده، وكارين بتقول له ان القطعه دي ممكن تنفجر لو تعرضت لاشعاعات، فبيتر بيحاول يتصل بند علشان يحذره لان القطعه التانية معاه، بس ما كانش في شبكه هنا، فبيقرر انه لازم يمشي من هنا حالا، وبيحاول يعرف الرقم السري بتاع الباب، وفعلا بيتر كان ذكي وقدر يفتحه، وبيروح يركب على شاحنه عشان توصله لاقرب مكان موجود فيه ند، وكان لازم يوصل له بسرعه عشان يحذره من قطعه الشيتوري. وفي الوقت ده ند وبقيه الطلاب بيروحوا يزوروا المسله دي، وبيتر كان خلاص بيقرب منهم، لكن ند بيدخل شنطته على جهاز الاشعه وفجاه قطعه الشيتوري بتنفجر وهما في الاسانسير، والاسانسير بيحصل له اضرار كبيره وكلهم بقوا في خطر، وسبايدر مان بيتسلق المسله وبيكسر الازاز ده عشان يخش المبنى. وفي اللحظة دي كابلات الأسانسير بتتقطع وبيقع بيهم، وسبايدر مان بيمسك الأسانسير بالشبك بتاعه، بس وزن الأسانسير كان تقيل وبيسحب سبايدر مان لتحت، فبيضطر يلزق الشبك بتاعه في السقف، وبالشكل ده الأسانسير ما اصطدمش بالأرض، وكل الطلاب بيعدوا لبر الأمان ما عدا ليز اللي كانت هتقع، بس سبايدر مان بينقذها. وبعدها كل الطلاب بيرجعوا من الرحلة لنيويورك، وماي بتيجي تطمن على بيتر. وفي المدرسة المدير بيقرر يعاقب بيتر عشان فضل مختفي في معظم اوقات الرحلة، وبيجبره يقعد يذاكر بعد المدرسة، وام جي بتقرر تتعاقب مع بيتر عشان تقرب اكتر منه، وبيتر بيرفض يتعاقب وبيمشي من المكان، وده عشان عاوز يلاقي العصابة اللي بتبيع الاسلحة، وكارين بتساعده وبتوري له فيديو صورته لما كشف مكان العصابة، وبتعرفه بهوية الشخص ده اللي اسمه ديفيز، وده الشخص اللي كان هيشتري الاسلحة من عصابة تومز. وبيتر بيقرر انه يروح يستجوبه، وبيعرف منه ان شولتز وعصابته هيبيعوا اسلحة على باخرة تتحرك من جزيرة وبيتر بياخد بعضه وبيروح للباخره دي وبيتحرك بهدوء، وبيشوف تومز وشولتز على الباخره وبيتسلل لبقيه العصابه، وبيشوف المشتري اللي اسمه سكوربيون وكانوا على وشك يبيعوا صفقه اسلحه، لكن فجاه بيجيله اتصال من توني ستارك وبيهنيه على انقاذه لاصحابه، ولما ساله انت فين سبايدر مان كذب عليه وقال له انا في المدرسه، وبيضطر يقفل معاه بسرعه، وبيخش وسط العصابه وبيبدا يقاتلهم وبيبوظ عليهم الصفقه. وتومز لما بيعرف بوجود سبايدر مان بيقرر يتدخل فورا، بس فجاه ضباط المباحث بيوصلوا وبيتر بيتصدم عشان ما كانش عارف انهم موجودين، وتومز بيظهر ببدلته وبيهجم عليهم كلهم، وبيتر بيحاول ينقذ ضباط المباحث من تومز، وبيخش مع تومز في معركه وبيقدر يشد السلاح ده منه، بس السلاح بيطلق قذائف في كل حته وبيدمر هيكل الباخره وبيقسمها نصين، وبيتر بيستخدم الشبك بتاعه عشان يربط الجزئين ببعض وبيحاول يمنعهم من الانفصال، بس الحل ده للاسف بيفشل وكل الشبك بيتقطع، وسبايدر مان ما كانش عارف يتصرف ازاي وبيحاول يمنع الباخره من الغرق بكل قوته. ولحسن الحظ ايرون مان بيظهر
وبيرجع الباخره لوضعها وبيلحم كل الاضرار. وبعد ما تمت المهمه بنجاح، توني بيروح لبيتر وبيزعق له عشان بيتصرف من دماغه، وكمان علشان اخترق البدله وفتح كل مميزاتها. وبيتر بيقول له انا حاولت احذرك من العصابه دي قبل كده، وانت اصلا مش مهتم بيا وكمان مش جاي بنفسك. بس بيطلع ان توني موجود جوه البدله فعلا مش زي المره اللي فاتت، وبيقول له انا اللي بعت المباحث عشان يقبضوا على العصابه، بس بسبب تدخلك عرضت الضباط وركاب الباخره للخطر، ولو انت كنت مت النهارده كنت هحس بالذنب عشان وثقت في طفل عنده 15 سنه. وتوني بيقرر ياخد بدله سبايدر مان منه عشان هو ما يستحقش يلبسها. وبيتر بيرجع لبيته وكان محبط جدا، وبيرجع من تاني مجرد شخص عادي. وعمته مي بتزعق له عشان كانت قلقانه عليه طول اليوم، فبيقول لها انا خسرت تدريبي في شركه توني ستارك. فبتتضايق مي جدا، وبيطلع ان بيتر كان مفهمها انه بيتدرب في شركه توني علشان ده يبقى سبب يخليها تفهم هو ليه يعرف توني ستارك، وهي ما كانتش تعرف ان بيتر يبقى سبايدر مان. ومن بعدها بيتر بيركز في دراسته علشان ما بقاش في حاجه تانية مشتته تفكيره، وبقى بيجيب اعلى الدرجات. وبيقابل ليز وبيتشجع وبيقول لها على مشاعره، وبيطلب منها يحضروا سوا حفله المدرسه اللي هتتعمل الاسبوع الجاي. وليز بتوافق، وبيتر كان في قمه السعاده، ومي بتساعده وبتختار له لبس مناسب للحفله. وبعدها بيروح يعدي على ليز في بيتها، ولما رن الجرس بيفتح له تومز، وبيطلع انه ابو ليز. وبيتر بيتصدم وبيحاول يفضل هادي عشان تومز ما يحسش بحاجه، وبيفضل باصص عليه كتير. وبعدها تومز بيقرر يوصلهم للحفله، وفي الطريق تومز بيتكلم مع بيتر عشان يتعرف عليه، وبيساله ناوي تعمل ايه بعد ما تتخرج من المدرسه. فليز اللي بترد وبتقول لابوها ان بيتر واخد منحه تدريب في شركه توني ستارك، ومش بس كده ده سبايدر مان يبقى صاحبه. وبيتر بيتوتر بعد الكلام اللي هي قالته، وتومز بيتفاجئ جدا وبيشك ان بيتر يبقى سبايدر مان. ولما وصلوا للحفله تومز بيقول لبنته تخش الحفله وانا هقعد اتكلم مع بيتر. وبعدها بيمسك مسدس وبيقول لبيتر انت انقذت حياه بنتي في الاسانسير، فعلشان كده انا هديك فرصه تانية وما تتدخلش تاني في شغلي، ولو ما سمعتش كلامي هقتلك انت وعيلتك. وبيتر مش بيعرف يرد عليه، وبيخرج من عربيته وبيخش الحفله، بس كان لسه مصدوم من اللي حصل. وليز بتساله مالك، فبيقول لها انه لازم يمشي حالا، وبيجري من الحفله وناوي يطارد تومز، وبيلبس بدله قديمه هو اللي صنعها. بس فجاه شولتز بيهاجمه، وبيطلع ان تومز امره يفضل موجود عشان يوقف سبايدر مان. وبيتر بيفقد قذف الشباك بتاعه، وشولتز بيضرب بيتر وبيطيره، وبيتر مش بيعرف يقف قصاده، خصوصا ان بدلته مش متطوره زي البدله اللي اداها له توني. وشولتز كان هيقتله، بس نيد ظهر واستخدم قذف الشباك عليه وبيثبته في الاتوبيس. وبيتر بيقول لنيد ان تومز طلع ابو ليز، روح بلغ هابي بالكلام ده وانا هروح اطارد تومز. وبيتر بيروح يسرق عربيه زميله فلاش علشان يوصل لتومز، بس بيتر ما كانش بيعرف يسوق اصلا. وبيتصل بنيد وبيقول له انا عايزك تتبع مكان تليفوني عشان سبته في عربيه تومز. ونيد بيعرفه بالمكان اللي تومز وقف فيه، وبيتر بعدها بيوصل للمكان بس مش بيعرف يفرمل وبيعمل حادثه. ولحسن الحظ انه مش بيتاذى وبيطلع سليم، وبيقتحم مقر تومز، وبيعرف ان تومز ناوي الليله دي يسرق طياره فيها معدات قديمه تخص الافنجرز. وبيتر بيقف قصاده وجها لوجه وبيقول له انت انتهى امرك وانا هقبض عليك دلوقتي. بس تومز بيلهي بيتر وبيتكلم معاه كتير، وبعدها بيفعل البدله بتاعته اللي بتدمر اعمده المكان. وبعد ثواني السقف بينهار على بيتر، وتومز بياخد بعضه ويمشي، وبيسيب بيتر مدفون تحت الانقاض. بس ما كانش يعرف ان بيتر قدر يعيش وكان متحاصر تحت الحطام، وبيحاول يستجمع قوته عشان يتحرر، وفعلا قدر يشيل الحطام بقوته الهائله. وبعدها تومز بيبدا يتحرك ورا طياره الافنجرز، بس بيتر بيلحقه وبيتعلق في بدلته باستخدام الشبك، وتومز مش بيحس بيه. وبعد ما وصلوا بيتر بيلزق في الطياره، وتومز بيخش جوه وبيوصل للكابينه، وبيوجه الطياره انها تروح للمخزن بتاعه، وده عشان ياخد البضاعه اللي هو عايزها براحته. وكان فرحان جدا بالمهمه دي لان البضاعه دي لما يبيعها هتخليه غني طول حياته ومش هيحتاج يسرق تاني. بس ما يعرفش ان سبايدر مان جاي يبوظ احلامه، وبيشوف على الكاميرات انه متشعلق في الطياره، فبيتعصب وبيخرج عشان يقتله. وبسبب معركتهم سوا في محرك من محركات الطياره بيتدمر، فالطياره كانت خلاص هتقع، وتومز بيحاول يقتل بيتر بس بيتر كان بيتهرب منه. والمساعد بتاع تومز بيقول له لازم تمشي من عندك حالا، وده لان الطياره هتصطدم بالمدينه. بس تومز بيرفض يفوت فرصه الحصول على البضاعه دي، وبيتر بيدرك ان لو الطياره دي وقعت في الاف من البشر هيموتوا. فبيتر بيستخدم الشبك بتاعه وبيسحب جناح من جناحات الطياره وبيقدر يغير مسارها، وده مش بيمنع الاصطدام بس بيقلل من الاضرار. لكن بيتر كان اتصاب اصابه قويه من السقوط ده، وتومز بيهجم عليه هجوم قوي وبيثبته في الارض وبيضربه بشكل متكرر، وبيتر ما كانش عارف يدافع عن نفسه وبيغمى عليه من كميه الضرب اللي خده. وتومز بيسيبه وبيروح يسرق صندوق من الشحنه، بس سبايدر مان بيفوق وبيلاحظ ان اجنحه تومز اتعطلت، فبيستخدم الشبك عليه وبيحاول يسحبه للارض. وتومز كان مصمم يهرب، وفي النهايه بدلته بتتفجر وبيقع في النار، وبيتر بيجري عليه وبيشيله وبينقذه من الموت، بس بيبقى فقد الوعي.
وبعد دقايق هابي بيوصل وبيشوف تومز متحاصر بشبكه سبايدر مان، وبعدها الشرطه بتيجي وبيقبضوا عليه، وده بفضل عزيمه واصرار سبايدر مان. وبيتر لما بيروح المدرسه بيشوف ليزي وهي بتودع صحابها عشان هتعيش في مدينه تانية مع امها، وده بسبب فضيحه ابوها، وبيتر بيواسيها. وبعدها بيجيله رساله من هابي عشان عايز يقابله في الحمام، ولما بيروح يقابله هابي بيقول له ان توني ستارك طلب يقابله، وبيتر اكيد بيوافق وبيروح لمقر الافنجرز. وبيتر بينبهر بجمال المكان، وتوني بيجي وبيهنيه على المهمه اللي عملها وبيقول له انا كنت غلطان في حقك، وعلشان اعوضك عن اللي حصل قررت ارجعك للتدريب معانا. وبيوري لبيتر بدله سبايدر مان متطوره اكتر من اللي قبلها، وبيقول له يلا روح البس البدله دي عشان هقدمك للصحافه وهعلن انك عضو جديد في فريق الافنجرز وهتعيش معانا في المبنى ده. وبيتر بيشكر توني على كل حاجه بس بيرفض دخوله لفريق الافنجرز، وبيقول له انا حابب افضل عايش في نيويورك مع عمتي. وتوني بيستغرب انه بيرفض عرض زي ده بس بيسيبه على راحته، وبيتر بيسلم عليه وبيمشي. وبيبر بتيجي لتوني وبتقول له ان الصحافه مستنيين، فتوني بيفكر في حاجه تانية يعلنها قدام الصحافه، فبيقرر يعرض على بيبر الزواج قدام الصحفيين. وبيتر لما بيرجع بيته بيلاقي توني ساب له بدله سبايدر مان اللي خدها منه، وبعد ما بيتر لبسها مي بتصرخ لما بتعرف ان ابن اخوها يبقى سبايدر مان. فيلمنا بيبتدي مع نيك فيوري وهو في المكسيك، وكان هو وماريا بيحققوا في كارثه حصلت هنا، وبيشوفوا معركه دايره ما بين ميستيريو ووحش صخري ضخم. وبتنتقل بينا الاحداث لبيتر اللي كان عايش حياه هاديه جدا، وبنعرف انه هيطلع في رحله مدرسيه لاوروبا، وبيقول لند انا استغل الرحله دي عشان اصارح ام جي بمشاعري. وبعدها بيروح بيته عشان يلم حاجته، ومي بتطلب منه ياخد لبس سبايدر مان معاه عشان لو حصل له اي حاجه يعرف يتصرف، بس بيتر بيرفض، وده علشان عايز يرتاح شويه من شغل البطل الخارق ده. وبعدها بيركب الطياره مع زمايله وبيوصلوا لايطاليا، وفي المطار بيفتشوا شنطه بيتر، وبيتر بيكتشف ان مي حطت له لبس سبايدر مان، بس لحسن الحظ الشرطيه مش بتشك نهائي ان بيتر يبقى سبايدر مان، وبيتر بيتعامل بشكل طبيعي عشان هويته ما تتكشفش. وبعدها بينضم لزمايله وبيركبوا قارب في الميه عشان يوصلوا للفندق، والمدرس هيرجانتوم بياخد الطلاب في جوله في المدينه، وبيتر بيشتري سلسله عشان يديها لام جي كهديه. وبعدها بيقابل ام جي وبيتمشى معاها، لكن بيتر بيلاحظ حركه غريبه في الميه، وفجاه بيظهر وحش مائي من الميه والناس بتخاف وبتهرب، بس للاسف في ناس ملحقوش يهربوا. وبيتر كان نسي بدلته في الفندق، وبيقول لند يمشي الناس عشان اعرف احارب الوحش ومحدش يشوف وشي، بس الوحش بيهجم على بيتر، وبيظهر البطل الخارق ميستيريو اللي ظهر في اول الفيديو، وكان بيحاول يوقف الهجوم بتاع الوحش ده، وبيتر بيقرر يساعده عشان يوقف الوحش ده، وميستيريو كان بيحاول يبعد الوحش عن البحيره. واثناء المطارده ما بينهم الوحش كان بيدمر المباني، بس بيتر بيستخدم الشبك بتاعه بيصلح الاضرار، اما ميستيريو فبيستخدم قوته السحريه وبينجح انه يقضي على وحش الميه. ومن بعدها ميستيريو بقى معروف في المدينه والناس كلها بتحبه وبتحييه. وبالليل وبيتر في الفندق بيلاقي ان نيك فيوري جاي يقابله، وبيقول له ان من اسبوع حصل هجوم على قريه في المكسيك من وحش عملاق، وبعد 3 ايام حصل هجوم مشابه في المغرب، واخر حادثه حصلت كان الوحش المائي اللي هجم الصبح، فاكيد في شخص معين هو اللي ورا اللي حصل ده. وبعدها نيك فيوري وبيتر بيركبوا مركب في الميه، ونيك بيديله نضاره توني ستارك وبيقول له توني ساب لك النضاره دي، وبنعرف ان توني ستارك مات من فتره. ونيك فيوري بياخد بيتر للمكان اللي هو قاعد فيه، وبيتر بيقابل هناك ميستيريو اللي انقذ ايطاليا النهارده الصبح، وميستيريو بيعرفه بنفسه وبيقول له انا من بعد زمني مختلف عن الارض، وبيشرح لبيتر ان الوحوش اللي هجمت على الارض الفتره الاخيره جت كلها من الثقب الاسود، وتشكلوا من العناصر الاساسيه الاربعه اللي هي الهواء والنار والارض والميه، والوحوش دول هجموا على العالم بتاعي من سنين، وكل فتره بيزدادوا قوه اكتر من المره اللي قبلها، لكن انا قدرت اقتل 3 وحوش وفضل واحد بس لسه ما ظهرش، وهو وحش النار. وحش النار ده اقوى واحد فيهم، وهو اللي دمر الكوكب بتاعي وحرمني من عيلتي. وبيقول له اننا عرفنا عن طريق الاقمار الصناعيه ان وحش النار هيظهر في دوله التشيك في خلال 48 ساعه، ومهمتنا كلنا هي اننا نقضي عليه. ونيك فيوري بيطلب من بيتر المساعده في القضاء عليه، بس بيتر بيرفض يساعدهم، وبيقول لهم انا عاوز اكمل الرحله مع زمايلي وانا كده كده بكره رايح فرنسا، وبيسيبهم وبيمشي. بس تاني يوم المدرس هاريجانتوم فجأة بيغير مسار الرحلة، وبدل ما ياخد الطلاب لفرنسا بيقرر ياخدهم للتشيك، وبيقول لهم ان شركة السياحة قررت فجأة يودونا رحلة ببلاش للتشيك، وكمان هيسفرونا في اتوبيس مريح جدا. وبيتر بيستنتج ان نيك فيوري هو السبب في تغيير مسار الرحلة، بس ما كانش يقدر يعترض وبيركب مع زمايله الاتوبيس. واثناء الرحلة بيتر بيلبس النضارة بتاعت توني، وكان سايب له رسالة بيقول له فيها انت اللي هتاخد الراية مكاني لان انت توني ستارك القادم. وبعدها بيرحب بيه نظام الذكاء الاصطناعي ايدس، وايدس بتقول له انا اقدر اتحكم في شبكه الامان العالميه اللي صنعتها شركه توني ستارك، وكمان اقدر اتحكم في الاقمار الصناعيه، واقدر كمان اتجسس على اي جهاز قريب منك. وبيتر بينبهر بكل التقنيات اللي موجوده في النضاره، وبيتجسس على ند وبيلاقيه بيحب في زميلته. وبعدها الطلاب بيقفوا شويه في السكه عشان يرتاحوا، وبيتر لما بيدخل الحمام بيقابل موظفه شغاله عند نيك فيوري، وبتديله بدله سبايدر مان جديده عشان يستخدمها بالليل في محاربه وحش النار، وبتطلب منه يقلع هدومه عشان يجرب البدله. وبعد ما بيتر قلع بنطلونه دخل عليهم واحد زميل بيتر اسمه براد،
وصور بيتر في الوضعيه دي بسرعه وخرج، وبيتر جري وراه وطلب منه يمسح الصوره، بس براد بيرفض وبيقول له انا خدت بالي انك عايز تقرب من ام جي، بس بعد ما بعت لها الصوره دي اكيد هي مش هتعوز تتعرف عليك ابدا. وبيتر بيتعصب جدا وبيركب الاتوبيس وبيتكلم مع ايدس وبيطلب منها المساعده، وبيقول لها براد معاه صوره ليا وعايزك تستهدفيه وتمسح الصوره، بس ايدس ما سمعتش بيتر كويس بسبب دوشه الطلاب، فبتدي امر للقمر الصناعي باطلاق طياره درون حربيه ناحيه براد، والطياره بتقرب من الاتوبيس، بس بيتر بيتحكم بالاتوبيس وبيتفادى الضربه، لكن النضاره كانت بتجهز لهجوم تاني، فبيتر بيشتت كل الطلاب وبيخرج في الجو وبيدمر طياره الدرون، وبيرتاح بعد ما انقذ الموقف باعجوبه. وبعدها بيتر والبقيه بيوصلوا للتشيك، وبالليل بيقابل نيك فيوري، ونيك فيوري بيقول له ان الوحش هيظهر الليله دي في اي وقت، انت قلت لي انك مسافر ومش هتعرف تبقى معانا، بس دلوقتي بقيت معانا. وبيتر ما بيقدرش يعترض وبيوافق يساعدهم، وبيقول له انا هكون موجود فوق البرج ولما الوحش يظهر هبلغكم. وبيتر بيبقى غير رايه عشان يحمي اصحابه من اي خطر، علشان هو شايف ان بسببهم هجوم التشيك، والا كان زمانهم في فرنسا وبعيد عن الخطر. وبعدها بيتر بيروح يقعد فوق البرج، وميستيريو بيقرب منه وبيقول انا متفاهم انك عايز تعيش سنك ومش عايز تتدخل في امور خطيره وتبوظ رحلتك، وفوق ده كله عايزينك تبقى توني ستارك القادم، بس انا مبسوط انك جنبي وانت ولد شجاع وعاجبني شجاعتك. وبيتر بيشكره على الكلام الحلو ده، وميستيريو بيقول له حاول تقنع صحابك يفضلوا قاعدين في اوضهم عشان يفضلوا كويسين. وبعدها بيتر بيلبس نظاره توني وبيطلب من ايديس تجيب له تذاكر لحضور حفله موسيقيه. وبعدها هاريجانتون بيقول للطلاب شركه السياحه بعتت لنا تذاكر مجانيه لحضور حفله موسيقيه، وطبعا احنا عارفين ان بيتر هو اللي عمل كده عشان يكونوا صحابه في مكان امن وقت المعركه. بس قبل ما يمشي ويسيبهم ام جي بتنادي عليه وبتطلب منه يقعد جنبها في الحفله، وبيتر بيوافق وبيقرر يتاخر شويه عن المعركه، وده عشان يقضي وقت مع البنت اللي معجب بيها. بس لسوء الحظ نيك فيوري بيتصل عليه وبيقول له يجي عند البرج زي ما اتفقوا، فبيضطر يمشي وهو متضايق. وام جي بتقرر تراقب بيتر وتشوف هو رايح فين، وبيتي صاحبتها بتقرر تاخد ند ويروح ورا ام جي، وبيطلع ان في حفله معموله في الميدان ده والناس ماليه الشوارع، وفجاه بيظهر وحش النار في وسط الميدان وبيبدا يدمر في المدينه. ونيد وبيتي بيتعلقوا فوق لعبه من لعب الملاهي، وسبايدر مان وميستيريو بيتعاونوا سوا في محاربه وحش النار، بس الوحش كان قوي جدا وسبايدر مان وميستيريو بيواجهوا صعوبه معاه، ووحش النار بيضرب الارض ونيد وبيتي بقوا في خطر، وبيتر بيروح بسرعه عشان ينقذهم، وميستيريو بيواجه الوحش لوحده. وبعدها ميستيريو بيودع بيتر وبيستجمع كل قوته بيخترق جسم الوحش وبيضحي بنفسه لتدميره، بس لحسن الحظ ميستيريو قدر يعيش. ونيك فيوري بيهني ميستيريو وبيشكره وبيعرض عليه ينضم لفريق الابطال الخارقين الاوروبي، وبيودع ميستيريو وسبايدر مان عشان هيسافر لالمانيا. وبعدها ميستيريو بيعزم بيتر في مطعم وبيتكلموا عن التكنولوجيا الهائله اللي في النضاره اللي توني اداها لبيتر، وميستيريو بيقول له النضاره دي مش لايقه عليك خالص، وبيتر بيقول له والله انا نفسي اقضي حياتي كشاب مراهق عادي وارتبط بام جي واسيب حياه البطل الخارق لفتره، بس انا مش عارف اعيش الحياه دي عشان دايما في مسؤوليات بتظهر ولازم اتصرف فيها. وبيتر بيقرر يدي النضاره لميستيريو علشان واثق ان ميستيريو هيستخدم النضاره بشكل احسن، وبيقول له اكيد توني ستارك كان يقصد يدي النضاره لحد كبير، واكيد الحد ده مش انا، ولو كان عارفك كان هيديك النضاره دي لانك انقذت العالم. وميستيريو بياخد منه النضاره، وبيتر بيرتاح بعد ما تخلص من الضغط اللي كان عليه وبيسلم عليه وبيمشي. وبمجرد ما بيتر مشي ميستيريو بيلغي النظام الهولوجرامي اللي كان في المطعم، وبيطلع ان كل اللي في المطعم دول علماء وبيشتغلوا عند ميستيريو، وبيحتفل معاهم لان خطته نجحت وقدر ياخد نضاره توني ستارك اللي كان عايزها من زمان. وبنفهم ان ميستيريو والناس دول كانوا شغالين زمان عند توني ستارك، وفي حاجه واحده مشتركه ما بينهم كلهم، وهي انهم بيكرهوا توني. وتوني في احدى المؤتمرات اتريق على اختراع من اختراعات ميستيريو، وتوني طرده من الشركه، والعلماء دول قدروا يخدعوا نيك فيوري وصنعوا الوحوش الغريبه اللي ظهرت في العالم كله بحيث ان ميستيريو يقدر يهزمهم، وبالتالي نيك فيوري وسبايدر مان يثقوا فيه. وميستيريو كمان خدعهم انه بيمتلك قوه خارقه وهو في الحقيقه ما عندوش اي قوه، هو بس بيمتلك طيارات درون عاديه واجهزه بتعمل هولوجرام، فبالتالي اللي هيشوف المعارك اللي فاتت هيتخدع وهيظن انها حقيقيه. وبعدها بيتر بيرجع للفندق وبيقابل نيد، ونيد بيقول له ان النهارده هيبقى اخر يوم في الرحله، والاستاذ هاريجانتون قرر ما يكملش الرحله، وده لان بسبب الهجمات اللي حصلت مرتين اولياء امور الطلبه طلبوا ان عيالهم يرجعوا في اسرع وقت. فبيتر بيدرك ان دي اخر فرصه ليه انه يتكلم مع ام جي في الرحله، فبيطلب منها يخرجوا سوا دلوقتي وهي بتوافق. واثناء ما هما بيتمشوا بيطلع ان ام جي عارفه انه سبايدر مان، وبتقول له انا براقبك من سنين وشفتك وانت بتغير لبسك، وشفتك كمان وانت بتقاتل وحش النار. وبتطلع لبيتر جهاز لقيته في مكان المعركه الاخيره، وبيسالها هل انت معجبه
معجبه بيا عشان انا سبايدر مان ولا معجبه بيا كبيتر. بس قبل ما هي ترد عليه فجاه الجهاز بيشتغل وبيظهر هولوجرام للوحش وميستيريو بيواجهه، وبيتر بيستنتج ان الوحوش كلها كانت مزيفه وان ميستيريو خدعهم بالمعارك دي، وبيحس انه غلط غلطه كبيره عشان اداله نضاره توني ستارك، وبياخد ام جي وبيرجعوا للفندق. اما ميستيريو فكان بيتدرب على الهولوجرام للمعركه الجايه، وبيخطط انه في الفتره الجايه يمثل على الناس انه بيقضي على وحوش كتير، وده علشان هو فاهم ان كل ما الكارثه كانت كبيره كل ما اسمه هيتشهر اكتر، وده علشان هو الوحيد اللي هيقدر يوقفها. وميستيريو بياخد باله ان بدلته فيها حاجه غلط، فالمساعد بتاعه ويليام بيقول له ان في جهاز فقدناه في اخر معركه، وميستيريو بيتجنن لانه كده ممكن يتكشف، وبيعمل تتبع للجهاز وبيعرف انه مع ام جي وكانت مع بيتر وقتها، فبيفهم ان احتمال كبير بيتر يبقى كشفه، وبيقرر يقتل بيتر وام جي قبل ما السر بتاعه ينتشر اكتر. وفي نفس الوقت بيتر بيقول جايز ميستيريو يكون مراقب تليفوني، فانا هضطر اسافر لالمانيا علشان اقول لنيك فيوري عن الاستنتاجات اللي وصلت لها عن ميستيريو. وبيتر بيغير لبسه وبيلبس لبس سبايدر مان، ونيد بيظهر وبيحاول يمشي ام جي بسرعه، بس هي بتقول له انا عرفت خلاص ان بيتر يبقى سبايدر مان. وبيتر بيقول لنيد على حقيقه ميستيريو، وبيقول له انا عايزك تتصل بعمتي ماي وتخليها تقول للاستاذ هاريجنتون ان انا هسافر لالمانيا عشان ازور عيلتي، وده عشان تعرفوا تسافروا بكره من غيري. وبعدها بيتر بيتحرك وبيوصل لالمانيا تاني يوم وبيقابل نيك فيوري، وبيروحوا للمقر بتاعه وبيقول لهم ان ميستيريو طلع مخادع وعمل كده عشان ياخد النضاره مني، بس بيكتشف ان المكان اللي هو فيه مكان وهمي صنعه ميستيريو، وطيارات الدرون بتهجم على بيتر، وبيتر بيخش جوه اوهام كتير، ولما بيشوف ميستيريو بيحاول يضربه بس بيطلع انها صخره، وكل حاجه حوالين بيتر مش بتبقى حقيقيه، وبيبقى متوتر ومش عارف يعمل ايه. وبعدها بيقع من المبنى وبيخرج من الاوهام، بس طيارات الدرون بتيجي وراه وبتدخله جوه الاوهام من تاني، وميستيريو بيخلق زومبي شبه ايرون مان عشان يخوف بيتر، وبيتر ما بقاش عارف يميز الاوهام من الحقيقه، وما كانش عارف يدافع عن نفسه، وبيتفادى اي هجوم من ميستيريو، وبيحاول يخرج من هنا عايش. والاوهام دي بتختفي لما نيك فيوري ظهر وضرب على ميستيريو نار من وراه، وبيقرب من بيتر وبيساله مين يعرف بحقيقه ميستيريو، فبيتر بيقول له ام جي ونيد، وبيطلع ان ده مش نيك فيوري، ده ميستيريو، وبيخدع بيتر تاني، وهدف انه كان يعرف بيتر حكى لمين، وكده اصحابه كلهم بقوا في خطر. وبعد ما ميستيريو خد اللي هو عايزه بيشيل الاوهام وبيخلي سبايدر مان يتخبط في القطر، بس اللي ميستيريو ما كانش يعرفه ان بيتر قدر يعيش، وبيخش القطر وبيفقد الوعي من الاصابات اللي عنده، ولما بيفوق بيلاقي نفسه في سجن دولة هولندا، فبيقوم وبيكسر القفل وبيخرج من القسم، وبيروح يستلف تليفون من المزارع ده وبيتصل بهابي وبيطلب منه يجيله، وفعلا هابي وصل لبيتر بالطياره، وبيتر بيفرح لما بيشوفه وبيحضنه، وبعدها بيركب الطياره وهابي بيعالج الاصابات اللي عنده. وبيتر كان في قمه الغضب انه وثق في ميستيريو، وبيقول بسبب اللي انا عملته صحابي في خطر دلوقتي، يا ريت توني ستارك كان معايا عشان ينقذني، بس العالم كله عايزني اكون انا ايرون مان القادم، وانا مش عارف اذا كنت هعرف اخد مكانه ولا لا. فهابي بيقول له فعلا انت مش هتبقى ايرون مان عشان دي مهمه صعبه. توني ستارك كان على طول شاكك في كل حاجه، لكن كان واثق فيك 100%، واكيد هو ضحى بحياته عشان عارف ان انت موجود وهتحل محله، وانا في ظهرك وهساعدك. وهابي بيشجعه ينقذ صحابه ويصلح الموقف. وفعلا بيتر بيفكر في حل وبيفتح بث مباشر منزله فلاش، وبيعرف ان اصحابه راحوا لندن وبيطلب من هابي يوديه لهناك، وبعدها بيتر بيصنع بدله سبايدر مان جديده وبيضيف فيها التكنولوجيا اللي محتاجها. اما ميري فبتعرف نيك فيوري ان في طاقه غريبه ظهرت في لندن، فنيك فيوري بيطلب المساعده من ميستيريو وبيقول له روح للندن وحاول تعرف ايه مصدر الطاقه دي. وبعدها ميستيريو بيوصل للندن وبيؤمر ايديس تطلق عدد ضخم من طيارات الدرون عشان يخلقوا وحش عملاق على شكل عاصفه، وخطه ميستيريو هي ان الوحش هيهجم على المدينه ويقتل ام جي ونيد، بس هيرجانتون بيخرج الطلاب بسرعه من الاتوبيس قبل ما العاصفه تضربه، وبيظهر وحش العاصفه بشكله الكامل وبيدمر المدينه. وبعدها شخصيه ميستيريو الوهميه بتظهر عشان تواجهه، وبعدها هابي وبيتر بيوصلوا لندن، وبيتر بينط من الطياره بالباراشوت وبيخش جوه الوحش الوهمي وبيشوف طيارات الدرون اللي صنعت صوره الوحش، وبيتر بيضرب شبك كهربائي على كل الطيارات، والشبك الكهربائي بيعطل طيارات الدرون وبالتالي الوحش بيختفي. وبيتر كان متجه ناحيه ميستيريو بس طياره من الطيارات خبطته ووقعته بعيد، وميستيريو بيؤمر ايديس توجه كل طيارات الدرون ناحيه بيتر وتقتله. اما هابي فبيوصل لنيد وام جي وبيقول لهم اركبوا معايا الطياره وانا هنقذكم، بس ميستيريو بيدمر الطياره وكلهم بيجروا بعيد وبيخشوا المتحف ده، لكن ميستيريو مش بيسيبهم في حالهم وبيبعت طياره درون وراهم وبتفتح عليهم نار، وميستيريو بيتابع اللي بيحصل بكاميرا مثبته في الطياره الدرون. وهابي
هابي واللي معاه بيتفقوا على خطه عشان يدمروا الطياره، وبيتي بتوقع تمثال عشان يجذبوا انتباه الطياره، وام جي بتهاجمها من ورا، وبعدها بيخشوا يستخبوا في اوضه تانية بس الدرون كانت لسه وراهم وبتحاول تدمر الباب. وفي نفس الوقت ميستيريو كان لسه بيهاجم سبايدر مان بطيارات الدرون، وبيتر بيعرف يتفادى كل هجمات الطيارات بالرغم ان عددهم كان كبير جدا ومش بيتصاب حتى برصاصه واحده. وبعدها بيوصل للجسر اللي عليه ميستيريو بس بيتفاجئ بعربيات كتير بتترمي عليه وبتوقعه في الميه، وبعد ما خرج من الميه بياخد درع وبقايا طياره درون من الارض عشان يستخدمها كقنبله، وهيستخدم الدرع عشان يحمي نفسه من هجمات النار، وبيرمي القنبله على كل الطيارات وبيفجر عدد كبير منهم، وبيقدر يوصل لميستيريو وبيمسكه. وفي نفس الوقت الطيارات وصلت لهابي واللي معاه بس بيقفوا عن العمل لما بيتر مسك ميستيريو، لكن ميستيريو بيأمر ايديس تهاجمه وبيدخل سبايدر مان تاني في الاوهام. بس المره دي بقى سبايدر مان كان مركز وبيعتمد على حاسه العنكبوت اللي عنده عشان يعرف مكان الطيارات، وبيعرف يدمر عدد كبير جدا منهم، وبينجح انه ينهي الاوهام بتاعه ميستيريو، وبيمسك درع تاني وبيصد هجمات الطيارات، وميستيريو بيتضرب بالغلط برصاصه من طيارات الدرون. وبيتر بعد ما دمر كل الطيارات بيقف قصاد ميستيريو، وميستيريو بيتأسف على اللي عمله وبيرجع النضاره لبيتر، لكن سبايدر مان كان فاهم ألاعيبه وبيعرف ان ده كمان كان وهم، وبيوقف ميستيريو الحقيقه قبل ما كان هيقتله من الجنب عشان هو عارف ان ميستيريو مش هيستسلم بسهوله. واخيرا نجح انه ياخد منه النضاره، ودي كانت اخر فرصه لميستيريو يقتل فيها بيتر. وبيتر بيأمر ايديس ترجع كل الطيارات للفضاء، وميستيريو بعدها بيموت، وهابي واللي معاه خرجوا، وام جي جريت للشارع عشان تلاقي بيتر وبتروح عليه وبتحضنه، وبيتر بيرتاح لما بيعرف ان اصحابه كلهم بخير، وام جي بتقول له انا معجبه بيك من قبل ما اعرف ان انت سبايدر مان، وبعدها بتسيبه وبتمشي عشان ترجع لاصحابها. وتاني يوم بيتر وام جي بقوا مرتبطين وبيرجعوا لامريكا، ومي بتستقبل بيتر في المطار وبتاخده عشان يروحوا، وبيتر بيعرف ان هابي وعمته مي مرتبطين وبيحبوا بعض. وبعدها بيخرج في المدينه بلبس سبايدر مان وبيروح يقابل ام جي وبيشيلها وبيطير بيها في شوارع المدينه، وبعدها بينزلها في الشارع وكان ماشي، لكن الاخبار بتعرض فيديو لميستيريو قبل ما يموت وبيقول فيه ان سبايدر مان بيهاجمني بطيارات الدرون، وبيقول كمان ان سبايدر مان يبقى بيتر باركر، وبيتر بيتصدم لان هويته اتكشفت للعالم كله. لو سألت أي حد بيحب السينما إيه هو أعظم حدث حصل في تاريخ أفلام السوبر هيروز، الإجابة من غير تفكير هتبقى فيلم النهاردة. تخيل لما غلطة واحدة في تعويذة سحرية تفتح بوابات لعوالم موازية وتجمع لك كل الأشرار اللي حاربوا سبايدر مان على مدار 20 سنة في مكان واحد. والجمال مش هنا، الصدمة الحقيقية لما تلاقي 3 نسخ من سبايدر مان واقفين كتف في كتف في كادر واحد. جهز قهوتك وتعالى عشان نلخص فيلم النهاردة، سبايدر مان نو واي هوم. فيلمنا بيبتدي بعد ما ميستيريو فضح سبايدر مان قدام العالم كله، وبسبب اللي ميستيريو عمله ام جي ما بقتش عارفه تمشي في الشارع، والناس التفوا حواليها وبيسالوها اسئله كتير، وسبايدر مان بيتدخل وبينقذ ام جي من الموقف ده وبياخدها وبينزلوا المترو الانفاق عشان يبعدوا عن الناس. وبعدها بيخشوا بيت بيتر من الشباك، وبيتر بيعرف ان هابي ومي انفصلوا، وبيتر بيقول لمي ان العالم كله بقى عارف هويتي، وطيارات الصحافه بيقربوا من المبنى بتاعه علشان يصوروا بيتر، ووش بيتر باركر بقى في كل قنوات الاخبار، وبيتهموا بيتر انه قتل ميستيريو وهو السبب كمان في تدمير كوبري لندن، وبالتالي معظم الناس بقوا بيكرهوا بيتر عشان شايفين ان ميستيريو كان بطل خارق كويس وسبايدر مان قتله بدون سبب. وبعدها الشرطه قبضوا على بيتر بتهمه قتل ميستيريو، ومي ونيد وام جي بيتقبض عليهم وبيتحقق معاهم وبيتهموهم بالتواطؤ مع سبايدر مان، وبيتر بيتضايق ان عمته واصحابه اتقبض عليهم وهما مالهمش ذنب. وبعدها كلهم بيرجعوا على بيتهم لحد ما يعينوا محامي، وبيتر جاب محامي اسمه ماسيو، وماسيو بيطمنهم ان الحكومه ما عندهاش ادله كافيه، بس مع ذلك بيتر ما كانش مرتاح وما كانش مبسوط لانه هيفضل يواجه الصحافه ويواجه الناس في كل حته. وفي شخص من الشارع رمى طوبه على بيت بيتر بس ميستيريو عرف يمسكها بسهوله، وبيتر بيتفاجئ بردة فعل ماسيو السريعه، ومي بتقول احنا بقينا محتاجين بيت تاني نعيش فيه، وبيتر ومي بيقرروا يروحوا يعيشوا في بيت هابي لحد ما الامور تتظبط. وبيتر بيلاقي ان البيت ده فيه اختراعات كتير من شركه توني ستارك. وتاني يوم بيتر وام جي بيروحوا المدرسه، وطبعا المكان كان مليان صحفيين، وكان في ناس بيدعموا سبايدر مان وناس تانية بتكرهه، وكانوا بيضايقوا بيتر وبيقولوا عليه قاتل، والمدرسين بقوا بيعاملوا بيتر معامله مختلفه تماما، وعملوا باترينا خاصه لبيتر، والطلاب بقوا بيصوروه في كل الاوقات، وده طبعا بيضايق بيتر جدا لانه عاوز يتعامل على انه طالب عادي. وبعدها بنشوف بيتر وام جي قاعدين على السطح لان ده المكان الوحيد اللي واخدين فيه حريتهم ومحدش موجود عشان يصورهم. وبعدها ند بينضم ليهم وبيتكلموا عن جامعه التكنولوجيا اللي هم عايزين يخشوها، وبيتفقوا يقدموا فيها وفي كليات تانية، بس ام جي كانت قلقانه جدا انهم ما يخشوش الكليه دي، وده بسبب سمعتهم
جامعتهم اللي بقت زي الزفت. وبعدها بيتر بيعرف انه متقبلش في ولا جامعه قدم فيها، بس بيتر مش بيتضايق علشان مستني جواب من جامعه التكنولوجيا اللي نفسه يخشها. وبعد عده ايام بيجي له جواب من جامعه التكنولوجيا، وبيروح يفتح الجواب في الكافيه اللي بتشتغل فيه ام جي، وندي كان موجود وجاهز يفتح الجواب بتاعه معاهم. وبعد ما فتحوا الجوابات بيطلع ان الثلاثه اترفضوا في الجامعه لان الثلاثه متورطين مع سبايدر مان، والثلاثه كانوا في قمه الاحباط. وبيتر بيتضايق جدا ان اصحابه اترفضوا بسببه، وبيقول ان ده ظلم وانا ما عملتش حاجه وانتوا مالكوش ذنب. وبيتر ما كانش قادر يسامح نفسه، وبيقرر يروح يقابل دكتور سترينج لانه الوحيد اللي ممكن يساعده. وسترينج بيساله عن سبب الزياره، فبيتر بيقول له انا حياتي باظت لما ميستيريو كشف هويتي، فانا جاي اسالك لو تعرف تسافر عبر الزمن وتمنع ميستيريو من كشف هويتي. فسترينج بيفكروا انهم لعبوا بالزمن كتير في معركتهم ضد ثانوس، فهل انت متاكد انك عايز تلعب في الزمن تاني عشان الناس عارفه هويتك؟ بيتر بيقول له انا مش عايز ارجع بالزمن عشاني، بالعكس علشان صحابي حياتهم اتدمرت بسببي. فسترينج بيقول له للاسف انا مش هقدر اسافر عبر الزمن، وده علشان حجر الزمن ما بقاش معايا، بس انا ممكن اعمل حاجه تانية، ممكن اعمل لك تعويذه النسيان واخلي الناس تنسى ان بيتر يبقى سبايدر مان. وونج المساعد بتاع سترينج بيحذروا ان التعويذه دي خطيره، لكن سترينج مش بيهتم لكلامه وبيقرر يساعد بيتر. وبيخشوا الاوضه وسترينج بيبدا في تحضير التعويذه، وبيقول له لما التعويذه تخلص كل الناس هتنسى انك انت سبايدر مان بما فيهم انا. بس بيتر بيتدخل وبيطلب منه ان ام جي تفضل فاكراه، فسترينج بيغير التعويذه وبيعملها ان كل الناس تنسى هويه بيتر ما عدا ام جي. وبيتر بيتدخل تاني وبيطلب ان مي وندي يفضلوا عارفين هويته، وبسبب تدخلات بيتر الكتير سترينج بيفقد السيطره على التعويذه، وما كانوش يعرفوا ان بسبب كده في كارثه هتحصل في الكوكب. وسترينج بيتعصب على بيتر عشان اتدخل في التعويذه وبيطرده من البيت. وبيتر بيفكر في حل تاني، وهو انه يروح يقابل رئيسة كلية التكنولوجيا اللي كانت في طريقها للمطار، وفعلا بيوصل لها وبيطلب منها تقبل صحابه في الجامعة. لكن فجأة حاسة العنكبوت عنده بتحس ان في حاجة هتحصل، وبيتر بيتصدم لما بيشوف الناس بيخرجوا من عربياتهم وبيجروا بعيد، وبنشوف مخالب بتظهر من تحت الارض وبتدمر كل العربيات. وبعدها بيظهر دكتور اوكتوبوس وبيسلم على بيتر، وبيتر بيستغرب لانه ما يعرفش مين ده اصلا، وبيقول له اهدى وهعمل لك اللي انت عايزه. لكن اوكتوبوس بيمسك عربيات كتير وبيرميهم في اتجاه سبايدر مان، بس بيتر بينجح انه يتفادى كل العربيات، واوكتوبوس بيمسك بيتر وبيهجم عليه. فسبايدر مان بيكشف عن دراعاته الحديد عشان يعرف يقتله، وهما الاتنين بيخشوا في معركه عنيفه. وبيتر كان مستغرب انه ما يعرفش مين ده، والغريب ان اوكتوبوس يعرفه كويس وعاوز ينتقم منه لسبب ما. وبيتر كان بيتفادى كل هجماته، وفي نفس الوقت عاوز ينقذ رئيسة الكلية اللي كانت على وشك تقع بعربيتها، وفعلا بيمسك عربيتها بالشبك بتاعه، بس اوكتوبوس بيتدخل وبيمسكه وبيكسر جزء من بدلته، والجزء اللي اتدمر بيرتبط بمخالب اوكتوبوس. واللي حصل هو ان بيتر قدر يسيطر على مخالب اوكتوبوس، ولما اوكتوبوس شال قناع سبايدر مان بيدرك ان ده مش بيتر باركر اللي يعرفه، وبيتر بيستخدم واحد من مخالب اوكتوبوس عشان ينقذ عربية رئيسة الكلية. ورئيسة الكلية بتشكره وبتقول له انا هتناقش مع الدكاترة عشان يقبلوك انت واصحابك في الكلية. وبعدها بيتر بيروح لاوكتوبوس وبيحاول يفهم مين ده، وبيسأله انت ليه كنت عايز تقتلني. لكن فجأة بيظهر جرين جوبلين وبيحاول يهجم على بيتر، لكن سترينج بينقذ بيتر وبيكون استخدم بوابة زمنية علشان ينقله لمكان تاني، وبيطلع انه حبس اوكتوبوس في سجن مخصص للخارقين. وبيتر بيسأله ايه اللي بيحصل بالظبط، فسترينج بيفهمه ان بسبب التعويذه اللي باظت بدل ما الناس تنسى ان بيتر سبايدر مان جالنا ناس من اكوان تانية عارفين ان بيتر يبقى سبايدر مان، وانا قدرت الاقي المخلوق ده اللي من كون تاني وحبسته في السجن. وسترينج بيطلب من بيتر يقبض على باقي الاشرار اللي عمالين يظهروا في كل حته، وبعدها هفكر في طريقه ارجعهم بيها للعالم بتاعهم. وسترينج بيديله جهاز ليزر علشان يستخدمه على الاشرار اللي هيظهروا، لان بمجرد ما بيتر يستخدمه على اي شخص شرير هينتقل فورا للسجن ده. وبيتر بيوعده انه هيعمل المهمه دي، وبيجيب ام جي وند عشان يساعدوه في تحديد اماكن الاشرار اللي بيظهروا. وبعد ما ند بحث على الانترنت عرف ان في ناس شافوا وحش بيطير عند منشأة ابحاث عسكريه، وبيتر بيشك ان ده يبقى جرين جوبلين اللي شافه قبل ما ينتقل لهنا، بس اوكتوبوس بيرد عليه وبيقول له مستحيل لان جرين جوبلين ده مات من سنين. وبعدها بيتر بيقرر يروح للمنشأة العسكريه، وحاسه العنكبوت اللي عنده بتحس بوجود حد، فبيمشي بحذر في الغابه وبيشوف شخص طاير في الجو اسمه الكترو وبيمتص كل الطاقه اللي في اعمده النور. وبيتر بيطلق عليه من الجهاز بتاع دكتور سترينج، بس الطلقه بتعدي من جسمه، والكترو بيقرر يرد عليه وبيهاجم بيتر بصواعق كهربائيه. وبيتر بيحاول يتفادى هجماته لكنه في الاخر بيتضرب وبيطير بعيد، والكترو كان هيضربه تاني بس ساند مان بيظهر وبيشكل جدار من الرمله وبيحمي بيتر، وبيقول لبيتر انا فليند، هو انت مش فاكرني؟ وبيتر بيمثل انه يعرفه. وبعدها الاتنين بيتعاونوا في محاربه الكترو، وساند مان بيعمل اعصار من الرمله حوالين الكترو، وبيتر بيستخدم الشبك بتاعه بيدمر كابلات عواميد الكهرباء، فبالتالي قوه الكترو بتضعف وبيرجع لجسمه البشري. وبيتر
بيشرح لإلكترو وساندي مان انهم جم العالم ده من عالم تاني تماما، وإلكترو بيقتنع بكلام بيتر وبيقول ان الكهرباء في العالم ده مختلفة جدا. وبعدها بيتر بيبعت إلكترو لسجن سترينج، وساندي مان بيستغرب من اللي حصل وبيعتقد ان بيتر شخص شرير وكان هيهاجم بيتر، بس بيتر بعته هو كمان للسجن. وبكده بقوا كلهم في السجن. وهم في السجن إلكترو بيشوف ليزرد وبيتعرف عليه، لان ليزرد من العالم بتاع إلكترو وهو زمان كان دكتور شاطر وحول جسمه لسحلية. وإلكترو بيستغرب ان ليزرد لسه عايش لانه المفروض مات. وفي مكان ما في المدينة نورمان كان لوحده وكان بيحاول يتخلص من شخصيته التانية وبيكسر القناع بتاعه بالطوبة. وبعدها مي بتتصل ببيتر وبتقول له ان نورمان جالي الشغل وده واحد من الاشرار اللي انت بتدور عليهم. فبيتر بيروح بسرعة لشغل مي وهو خايف عليها، ولما بيوصل هناك بيلاقي ان نورمان ومي قاعدين عادي وبيتكلموا. ونورمان ده يبقى هو جرين جوبلin اللي ظهر من شوية، بس بيتر ما كانش مستريح له. ونورمان بيقول لبيتر انا مش عارف اروح فين في العالم ده لان شركتي وبيتي وابني مش موجودين هنا، وكمان انا عندي انفصام في الشخصية، وشخصيتي التانية اللي هي جرين جوبلin ساعات بتسيطر عليا ودي شخصية شريرة ومش بعرف اسيطر عليها. ونورمان بيصعب على مي وبتطلب من بيتر يساعده، بس بيتر بيقول لها الراجل ده احنا ما نعرفوش. قالت له بالعكس انت عليك مسؤولية تساعد الناس. وبيتر كان شايف ان افضل وسيلة لمساعدة الناس دول انهم يرجعوا للعالم بتاعهم، وبياخد نورمان للسجن بتاع سترينج. ونورمان بيتفاجئ لما بيشوف اوكتوبوس، واوكتوبوس بيتصدم لما بيشوف نورمان وبيقول له انت المفروض ميت. وساندي مان بيتدخل وبيقول لهم انتوا الاتنين المفروض ميتين، وده علشان نورمان مات من الزلاجه بتاعته واوكتوبوس غرق في النهر بالآلة بتاعته، وانتوا الاتنين لما متوا كنتوا بتقاتلوا سبايدر مان. وبعدها سترينج بيظهر وبيحبس نورمان في الزنزانه، وكان معاه آلة هتعكس التعويذه اللي عملها بالغلط وهترجع كل واحد من الاشرار دول للعالم بتاعه. بس كل الاشرار بقوا مش عايزين يرجعوا للعالم بتاعهم لانهم لو رجعوا هيكملوا في مصيرهم وهيموتوا، وبيتر ما كانش عاوزهم يموتوا وبيقول لسترينج بلاش ترجعهم. بس سترينج بيقول له مصير الناس دول انهم يموتوا، ولو لعبنا في الزمن ده فهنضر الاكوان. ودكتور سترينج بيبدا في عكس التعويذه، لكن بيتر سرق الآلة بالشبك بتاعه، وسترينج بيطارد بيتر وفي البدايه بيطلب منه بأدب يرجع الآلة، لكن بيتر بيرفض وبيطلع يجري. فسترينج بيقرر ياخد الآلة بالعافيه وبيفصل روح بيتر عن جسمه، وكان بيحاول ياخد الآلة بس ما كانش عارف، وده علشان بدله سبايدر مان بتمنعه. وبيتر بيرجع لجسمه وبيهرب. فسترينج بيدخل بيتر في بعد المرايه علشان هنا دكتور سترينج هيقدر يتحكم في كل حاجه. وبيتر بيقول له انا عايز الاقي طريقه اغير بيها مصير الاشرار، وبدل ما يموتوا نحاول نخليهم يعيشوا. بس سترينج بيفضل رافض وبيقول له ملناش دعوه مين يموت ومين يعيش، الاشرار دول مصيرهم الموت، ولو ما عكسناش التعويذه ففي ناس تانية هتيجي من اكوان تانية. وبعدها سترينج بيقدر ياخد الآلة من بيتر وبيقرر يحبس هنا بيتر لحد ما يرجع الاشرار للعالم بتاعهم. لكن بيتر بيدرك ان العالم ده معمول بشكل هندسي، فبيتر بيستغل معلوماته في الهندسه وبيطلق الشبك بتاعه في اماكن معينه لحد ما قدر يحاصر سترينج وخد منه الآلة، وبياخد من ايده الخاتم اللي بيفتح بوابات زمنيه، وبيسيب سترينج محبوس هنا وبيمشي وبيرجع لاصحابه وبيقول للاشرار انا عايز استخدم التكنولوجيا بتاعت ستارك عشان اعالجكم، بحيث لما ترجعوا للعالم بتاعكم سبايدر مان ما يقتلكمش. ونورمان بيقول لبيتر انا اقدر اساعدك لان انا اصلا عالم. وليزرد بيحذر بيتر ان ممكن يحصل عواقب على اللي هيعمله، وبيتر بيعرض عليهم اختيارين، يا اما تساعدوني واعالج القوه اللي عندكم، يا اما تستنوا سترينج يرجع ويعكس التعويذه. والاشرار بيوافقوا على اقتراح بيتر الاولاني علشان كده هما مش هيموتوا. وام جي كانت عايزه تساعد بيتر بس بيتر بيرفض وبيقول لها خليكوا هنا عشان الوضع خطير. وبيتر بيدي الآلة لام جي وبيقول لها لو حصل حاجه غلط هبعت لك رساله على تليفونك، وده عشان تستخدمي الجهاز وترجعي الاشرار للعالم بتاعهم. وام جي بتقول له لو انت اتاخرت وما بعتش اي رساله هفهم انك في خطر وهشغل الآلة، وبتهدد الاشرار ما يعملوش حاجه لبيتر. ونيد بياخد من بيتر خاتم دكتور سترينج، وبعدها بيتر بياخد كل الاشرار اللي بيت هابي وبيشغل جهاز من صناعه شركه ستارك وموجود جواه مفاعل خاص بتوني ستارك، والجهاز ده بيقدر يصنع اي شيء. وبيتر ونورمان بيبداوا في ايجاد علاج لاوكتوبوس، والكترو كان بيتفرج على المدينه وكان معجب جدا بالكهرباء اللي في العالم هنا. وبعد عده ساعات بيتر ونورمان قدروا يصنعوا جهاز يعالج اوكتوبوس، وبيتر بيحط الجهاز في رقبه اوكتوبوس وبيخليه يفقد الوعي. واوكتوبوس لما بيفوق بيبقى اتحول لشخص كويس ومش شرير زي زمان، وده لانه بقى عنده القدره يتحكم في المخالب بتاعته لانها كانت هي اللي متحكمه فيه. وبالتالي اوكتوبوس مش هيخش في قتال مع سبايدر مان اللي في العالم بتاعه، وبكده اوكتوبوس مش هيموت لما يرجع للعالم بتاعه. واوكتوبوس بيكون فرحان جدا وبيشكر بيتر وبيقترح عليه يساعده في صناعه اجهزه لعلاج البقيه، وبيبدا في صناعه جهاز يشفي نورمان من شخصيته التانيه، بينما بيتر بيشتغل على جهاز يقتل قوه الكترو الخارقه عشان يرجع بني ادم طبيعي من تاني. وبيركب جهاز على صدر الكترو وبيقول له لما الجهاز كله ينور اخضر ده معناه ان القوه اللي في جسمك كلها اختفت.
وبره المبنى بيوصل الصحفي جيمسون، وده بيطارد سبايدر مان عشان يكتب عنه اخبار. بس فجأة حاسة العنكبوت بتشتغل عند بيتر وبيحس ان في حاجة غلط هتحصل، وبدون اي مقدمات بيهاجم نورمان بالشبك بتاعه، وبيتضح ان جرين جوبلين استولى على جسم نورمان. ومي بتاخد المصل اللي هيعالج نورمان، وبيتر بيحاول يقنع نورمان يكمل الخطة اللي اتفقوا عليها، بس كان فات الاوان ونورمان ما بقاش موجود. وبيقول له انت كنت معتقد ان هسيبك تاخد قوتي مني؟ احنا مش عايزينك اصلا تعالجنا، وده عشان احنا بنحب قوتنا الخارقة. وكلام جوبلين بيأثر على الكترو وساندي مان، فبيتر بيأمر مي تطلع تجري، والكترو بيقرر يتحالف مع جرين جوبلين، وبيخلع الجهاز قبل ما كان هيفقد قوته، وبيدمر الجهاز بتاع ستارك، وبياخد قوة المفاعل الهايلة وبيهجم على اوكتوبوس وبيرميه من العمارة، وده لان اوكتوبوس في صف بيتر. بس اوكتوبوس وساندي مان بيقرروا ينسحبوا من المعركة، والصحفي جيمسون بيصور كل حاجة من تحت، بينما بيتر كان بيتقاتل مع جوبلين، وفي طيارة بتصور القتال ده، وبيدور ما بينهم قتال مدمر. ومي نزلت على السلالم، ولما بيتر خرج من المبنى ليزرد ظهر وبيرميه عند جوبلين، وجوبلين بيشيل بيتر وبيرميه على الارض وبيدمر بيه عدة اطوار وبينزله عند مي. فمي بتحقن جوبلين بالمصل، والمصل المفروض يشفيه ويقضي على جرين جوبلين، ونورمان هو اللي يسيطر على جسمه، لكن المصل منجحش، وبيتر بيأمر عمته تهرب، بس هي ما كانتش عايزة تسيبه يموت. وفي الوقت ده زلاجة جوبلين بتظهر وبتوقع مي، وبعدها جوبلين بيرمي عدة قنابل وبيهرب، وبيحصل انفجارات كتير. وبعد دقايق مي بتقوم وبتحضن بيتر، وبيتر بيرتاح لما بيعرف ان عمته بخير، وبيتأسف لها على كل اللي حصل، بس هي بتقول له انت عملت الصح وانك تساعدهم بدل ما تسيبهم يموتوا، وبتقول له انت عندك قوة عظيمة، ومع القوة العظيمة بتيجي مسؤولية كبيرة. وقبل ما يمشوا من المبنى فجأة مي بتقع من طولها، وبالرغم انها قالت انها كويسة، بس طلع انها اتصابت بجرح خطير في بطنها بسبب قنابل جرين جوبلين. وبيتر بيصرخ وبيطلب المساعدة، بس للأسف كان خلاص فات الأوان لأن عمته مي ماتت. وبيتر بيتصدم وبيحاول يصحيها، وما كانش قادر يستوعب اللي حصل. وهابي بيوصل وبيشوف من عنده ان مي ماتت، وبيتصدم زيه زي بيتر. وبعدها الشرطة بتوصل وبيقبضوا على هابي، وهابي بيأمر بيتر يهرب، والشرطة بدأوا في إطلاق النار على بيتر، فبيتر ما كانش عنده حل غير انه يهرب. وجيمسون بيظهر على الأخبار وبيهاجم سبايدر مان، وده لأن أي مكان سبايدر مان بيروحوا بتحصل فيه فوضى ومشاكل. وبيتر كان مصدوم جدا وحاسس بالذنب على وفاة عمته. وفي الوقت ده ام جي ونيد بيحاولوا يتواصلوا مع بيتر، بس ما كانش بيرد عليهم، وام جي كانت على وشك تشغل الجهاز وترجع الاشرار للعالم بتاعهم، بس نيد بيوقفها علشان بيكتشف ان الخاتم اللي خده من بيتر يقدر يفتح بوابه ويوصلهم لبيتر. وفعلا نيد لما فتح البوابه شافوا بيتر لابس لبس سبايدر مان وبيطلبوا منه يجي، وفعلا سبايدر مان بيجي لهم، بس بيطلع ان ده مش بيتر اللي يعرفوه، ده بيتر من عالم تاني وبيسموه بيتر 2، ونيد بيقرر يفتح بوابه جديده عشان يلاقي بيتر صاحبه، بس برضه بيظهر بيتر تاني خالص وبيكون من عالم تاني تماما وبيسموه بيتر 3. وبيتر 3 بيقول لهم انا حسيت ان بيتر اللي في العالم ده محتاج مساعده مني، بس نيد وام جي بيقولوا له احنا مش عارفين لسه مكان بيتر. فالاتنين بيتر بيسالوهم بيتر في العاده بيروح يقعد فين عشان يهدى، وام جي بتفتكر مكان معين، وفعلا لما بيروحوا لهناك بيلاقوا بيتر، ونيد وام جي بيحضنوه، وام جي بتعرفوا على سبايدر مان التانيين اللي من عوالم تانيه، وبيتر بيفهم ان دول نسخه منه بس من عوالم تانيه، وبيقول لهم انا هرجعكم انتوا والاشرار للعوالم بتاعتكم، وانا مش مهتم لو الاشرار دول ماتوا على ايديكم علشان انا تعبت واكتفيت من اللي حصل. بس بيتر 3 بيقول له انا كمان عمي مات بسببي، وتتبعت الشخص اللي قتله عشان كان نفسي اقتله، وفعلا بسبب المجرم مات، بس اكتشفت بعدها ان انا ما اتحسنتش وادركت ان موته ما كانش هو الحل. وبيتر 2 بيقول له انا حبيبتي كمان ماتت بسببي، بس كملت حياتي وفضلت سبايدر مان بحارب لاجل العداله، بس في مرحله ما الغضب تملكني وانا مش عاوز الوضع ينتهي بكده. وبيتر 1 بيهدى بعد ما سمع القصص بتاعتهم، وبيعيط لما بيفتكر اخر كلمات مي لما قالت له ان مع القوه العظيمه المسؤوليه بتبقى اكبر. وبيتر 2 و3 كانوا عارفين الجمله دي كويس، وبيشجعوه يتحدوا سوا ويصنعوا علاجات لكل الاشرار قبل ما يرجعوهم للعوالم بتاعتهم. وفعلا بيتر 1 بيوافق وبيروحوا المعمل وبيبداوا في صناعه العلاجات، وبيتر 3 بيقول انا هتولى المصل بتاع جرين جوبلين علشان بقالي فتره شغال عليه. ونيد بيجي يسال بيتر 3 هل كان ليك صديق مقرب ولا لا، فبيتر قال له ايوه بس مات ما بين ايدي بعد ما كان عاوز يقتلني. ونيد بيتصدم من الكلام ده وبيروح لبيتر صاحبه بيقول له انا عمري ما هفكر اقتلك. وام جي بتطمن بيتر ان كل شيء هيبقى بخير. وبيتر 2 لما بيشوفهم بيحس بالحزن، وده علشان بيفتكر حبيبته اللي ماتت. وبعد شوية وقت التلاتة قدروا يصنعوا العلاجات المناسبة وبيتفقوا على خطة عشان يستدرجوا الأشرار لمكان واحد، وبعد ما هيدوهم العلاجات هيشغلوا الجهاز بتاع دكتور سترينج. وبيتر 1 بيلبس قاذف الشباك بتاعه، وبيتر 3 بيستغرب لأنه بيقدر يطلع الشبك من جسمه بشكل عادي ومش بيحتاج قاذف الشباك. وبعدها بيتر الأولاني بيروح لتمثال الحرية وبيفتح فيديو لايف بيتبث على التلفزيون علشان بالشكل ده الأشرار هيعرفوا مكانه. ولحد ما هم ييجوا بيتر 2 و3 بيتكلموا وبيحكوا عن نفسهم،
وبعدها الكترو اول واحد بيوصل وكان جاي عشان يدمر الاله ويمنع بيتر انه يرجعه للعالم بتاعه. وبيتر بيبعت الاله لام جي عن طريق البوابه الزمنيه، بس المشكله ان الند مش عارف يقفل البوابه. وبعدها ليزرد وساند مان بيظهروا وبيخشوا في معركه مع سبايدر مان، وكل شرير منهم عنده سبب يدمر الاله علشانه، وبيخشوا في قتال مع 3 نسخ سبايدر مان، والثلاث نسخ كانوا بيتهزموا، فبيقرروا يتجمعوا وبيتفقوا انهم ماشيين هجوم في نفس الوقت كفريق على هدف واحد، علشان بالطريقه دي ممكن ينتصروا عليهم. وبيختاروا يهجموا على ساند مان الاول ويدوا له العلاج، وبيتر رقم 3 بيستدرك ساند مان، بس ساند مان بيهجم عليه وكان هيبلعه في الرمله، بس بيتر واحد رماله الجهاز اللي صنعه وبيتر 3 بيشغله، وبالتالي ساند مان بيفقد قوته الخارقه وبيرجع بني ادم طبيعي. والهدف التاني كان الكترو، بس الكترو كان بيمتلك قوه جباره، وده لانه سرق المفاعل بتاع توني ستارك اللي كان في بيت هابي، وبالرغم ان الثلاث نسخ بيتحدوا عليه بس ما كانوش قادرين عليه خالص. والاسوأ من ده كمان ان ليزرد بيعرف ان الآلة مع ام جي وند، وبيتجه بسرعه ناحيه البوابه اللي كانت مفتوحه وفعلا بيعدي منها وبيطاردهم، بس بيتر الاولاني بيتدخل وبيضربه، وام جي وند بيجروا ناحيه تمثال الحريه وبياخدوا المصل اللي هيرجع ليزرد لطبيعته وبيرموه لبيتر الاولاني، وليزرد بالغلط كسر ازازه المصل وبسبب دخان المصل بيرجع لطبيعته. اما الكترو فكان بيهجم على بيتر 2 و3 وكان مقطعهم وقرب يقتلهم، لكن اوكتوبوس بيظهر وبيهجم على الكترو وبيسحب المفاعل من صدر الكترو وبيحقنه بالمصل اللي بيعالجه من قوته، وبعدها ند بيحاول يفتح بوابه عشان يهربوا بالآلة، بس دكتور سترينج بيخرج من البوابة دي وبياخد الآلة، وكان متعصب جدا وبيدور على بيتر، وند بيقول له ان خطة بيتر ماشية كويس وقدر هو ونسخ سبايدر مان يعالجوا معظم الاشرار، ودكتور سترينج بيكون مستغرب جدا لما بيشوف 3 بيتر باركر قدامه، وبعدها بيظهر جرين جوبلين وبيرمي عليهم قنابل وبيسرق الآلة من سترينج، بس سترينج بيقدر ياخدها منه تاني، لكن بيطلع ان جوبلين حط قنبلة جوه الآلة، وبعد الانفجار ام جي بتقع على التمثال وبيتر الاولاني نط وراها بس جوبلين بيمنعه، ولحسن الحظ بيتر التاني قدر ينقذها، وبعدها بيعيط عشان بيفتكر انه ما قدرش ينقذ حبيبته جوين في العالم بتاعه، وبعدها تعويذه سترينج اللي كانت في الآلة اتدمرت، وبالتالي كل الاشخاص من كل العوالم اللي عارفين ان بيتر يبقى سبايدر مان بيبداوا ينتقلوا للعالم ده، وسترينج بيحاول يتصرف مع الكارثه دي. اما بيتر الاولاني فبيوقع زلاجه جوبلين وبيخشوا هما الاتنين ضد بعض في قتال اخير، وبيتر بيهجم عليه بكل غضب وعاوز يقتله، وبيتر 2 و3 شايفين المعركه دي من بعيد وبيدركوا ان لو بيتر قتل جوبلين فكده هيتحول من بطل خارق لشخص قاتل، وبيتر نزل عليه بضربات قويه لحد ما جابه الارض، وجوبلين ما بقاش قادر يقاتل، وبيتر مسك الزلاجه عشان يقتله لكن بيتر 3 بيوقفه، بس للاسف جوبلين الغدار طعن بيتر 3 من ورا، وبالرغم ان بيتر واحد عنده اسباب كتير تخليه يقتل جوبلين لكنه مش بيقتله وبيديله حقنه المصل، ونورمان بيرجع لطبيعته، وبعدها بيروح يطمن على بيتر 3، وبعد ما بيتاكد انه بخير بيروح لدكتور سترينج عشان يساعده، وسترينج بيقول له كل الاكوان بتنهار بسببك، فبيتر بيضطر يصلح الموقف وبيقول له اعمل تعويذه وخلي كل الناس تنسى هويته الحقيقيه، فسترينج بيعرفه ان كده كل اصحابه وحبايبه مش هيكونوا عارفينه بعد كده، وكأن بيتر ما عداش على حياتهم نهائي، وبالرغم من صعوبه الكلام بس بيتر بيوافق لان ده الحل الوحيد لانقاذ الاكوان، ودكتور سترينج بيسمح له الاول يودع اصحابه، وبيتر بيروح يشكر النسخ اللي شبهه على المساعده، والثلاثه بيحضنوا بعض، وبعدها بيروح يحضن ند وام جي وبيقول لهم انتوا هتنسوني بعد التعويذه بس انا هاجيلكم وهفهمكم كل حاجه، وام جي بتبقى قلقانه جدا ان الفكره تفشل وانها ما تقدرش تفتكره وبتتضايق جدا وبتقول اكيد في حل تاني غير ده، بس بيتر بيقول لها ان للاسف مفيش اي حل تاني، وند بيعيط وبيطلب منه وعد انه يجي يقابله، وبيتر بيوعده وبعدها بيودع حبيبته وصاحبه وبيمشي، ودكتور سترينج بيرجع كل واحد للكون بتاعه، وفي نفس الوقت بنشوف ايدي اللي هو فينوم قاعد في مطعم وبيطلع ان هو كمان انتقل للعالم ده، وبعدها سترينج عمل التعويذه ورجعه للعالم بتاعه، بس في جزء من فينوم فضل موجود في العالم ده. وبعد عدة أسابيع بيتر كان راجع يقابل ام جي وكان مرتب هيقول لها ايه بالظبط عشان تفتكره، وبيخش للمحل اللي هي شغالة فيه وبيطلب قهوة، وند كمان كان موجود في الكافيه ده، وبيتر بيعرف انهم هما الاتنين اتقابلوا في جامعة التكنولوجيا وبيشوفهم مبسوطين وعايشين حياة سعيدة، وبيحس انهم عايشين بسعادة علشان هم مش متورطين معاه في مشاكله وفي مغامراته، فبيتر بيقرر ما يتدخلش في حياتهم وما يقولهمش على حاجة، وبياخد بعضه وبيمشي، وبعدها بيروح يزور قبر عمته ماي وبيقابل هابي هناك، وطبعا هابي ما كانش يعرفه بسبب التعويذة، وبعدها بيتر بيروح يأجر بيت صغير يعيش فيه وهيبدأ فيه حياة جديدة لوحده، وبيكون صنع بدلة جديدة من القماش علشان هيستخدمها في محاربة المجرمين، والبدلة دي مبقاش فيها أي تكنولوجيا من اختراعات توني ستارك، وبيتر بقى عايش وحيد وبيساعد الشرطة في الجرائم اللي بتحصل، وبيطور بدلته والأجهزة اللي بتخليه يطلق الشباك، وكمان عمل موديل ذكاء اصطناعي سماها ايفي بتساعده على التحليل، وربطها بالعدسات اللي في بدلته وبقت تديله تفاصيل أي حاجة قدامه، وبعدها بنشوف الكوباية اللي خدها من ام جي حبيبته وكان جواها الورقة اللي كاتبها
كتبها عشان يفكرها بيه بعد ما نسيوه، وده لانه وعدها انه هيفكرها، وبيبقى دايما متابع حياتهم من بعيد وبيتفرج على اي حاجه ند صاحبه بينزلها لانهم وحشوه جدا. وبنشوفه كمان انه دايما بيزور قبر عمته ماي، وان هو كمان نسي حياته كبيتر باركر وحياته كلها بقت عباره عن شخصيه سبايدر مان. وبنعرف ان المحققه دي وولف هي اللي بقت مسؤوله عن التواصل مع سبايدر مان. وبنشوفه هو في معارك كتيره جدا، بس اكتر معركتين تعبوه في الفتره الاخيره هي معركته مع تيمبستون واللي بتكون صعبه جدا، بس بيتر بيقدر انه يكتفه ويسلمه للشرطه. وبرضه بنشوفه هو في معركه ضد سكوربيون وبرضه بيقدر يسلمه للشرطه، لكن بنلاحظ ان بيتر باركر بيتاثر بتعب في ايده، وكمان بيبقى عنده صداع مزمن ومش عارف يركز وبيبقى مش فاهم ايه السبب. وفي يوم بيجيله بلاغ ان في حد سرق مدرعه وبيدمر في شوارع نيويورك، فبيلبس بدلته وبيروح عليها بسرعه، بس اول ما بيقرب بيبدا يتضرب عليه نار من المدرعه، وبيحاول يتفادى الضرب وبيقدر انه يسيب المدرعه عن طريق التقنيه الجديده اللي ضافها للبدله واللي بتتسبب في انفجار شبك كبير، لكن برضه المدرعه بتفضل مكمله مشي، وسبايدر مان بيحاول ينقذ الناس على قد ما يقدر. والمدرعه كانت لسه هتخبط في اتوبيس سياح، لكن بيتر بيستخدم كل قوته وبيقدر يغير اتجاه المدرعه لاخر لحظه، وبيتر بيحاول يوصل للي سايقها لكن بيلاقي في قذيفه جت في اتجاهه، وبنشوف ان فرانك كاسل اللي هو بانشر هو اللي اطلق القذيفه دي. وسبايدر مان بيبقى متضايق انه جاي يساعده لان طريقته في التعامل مع المجرمين عكس طريقه سبايدر مان، وبيبقى مش مهتم بسلامه الناس وقت المعركه، فبياخد منه سلاحه، ولما بيطلع سلاح تاني بيضطر انه يخرجه من العربيه عشان يعطله انه يجري وراه. وساعتها بيجيله اتصال من المحققه دي وولف وبتقول له انه لازم يوقف المدرعه حالا، وده لانها متجهه ناحيه سجن فيه اخطر المجرمين واللي من ضمنهم سكوربيون. والمدرعه خلاص بتقرب من السجن، لكن سبايدر مان بينجح انه يقلبها فعلا، بس وهي بتتقلب بتخترق جدار السجن، وسبايدر مان بيبقى فاكر ان اللي جوه المدرعه دي يبقى مجرم خطير جدا، لكن بيتفاجئ لما بيلاقيها انها ست عجوزه، ومره واحده بيلاقيها انها بتبص لظابط شرطي، وساعتها هو اللي ملامحه بتتغير، والعجوزه بتبقى مش فاهمه ايه اللي حصل لها وايه اللي جابها هنا، وكأن في روح غريبه كانت مسيطره عليها. وسبايدر مان بيفهم اللي حصل بسرعه وبيوقف الشرطي مكانه قبل ما يعمل اي حاجه، لكن بنلاقي ان الروح بتنتقل لشخص تاني وسبايدر مان بيجري وراه، وفي الوقت ده الشرطه بتكون بتنقل سكوربيون من مكانه، وبنلاقي ان الروح دي بتنتقل من شخص للتاني لغايه ما بتروح للطياره اللي هتنقل سكوربيون. ولما سبايدر مان بيوصل بتبقى الطياره مشيت خلاص، وبيلاقي ان في شرطي بيرمي نفسه من فوق المبنى وبيلحقه لكن بيكتفه، وده لانه فهم ان كده الروح الشريره هي اللي مسيطره عليه، وبيبدا يتكلم معاه، والروح دي بتحاول تنتقل لسبايدر مان عشان تسيطر على عقله، وفعلا بتنجح انها تشوف ذكرى واحده له، لكن سبايدر مان بينجح انه يفوق نفسه ويخرجها من دماغه، وبتبقى مستغربه جدا لان محدش قدر يخرجها من دماغه قبل كده، بس بتقول له انه ضيع الوقت في انه يجري وراها ونسي اهم حاجه وهي انه يشوف المدرعه جواها ايه، وبنلاقي انها كانت حاطه متفجرات في المدرعه والمبنى بيتفجر، والروح بتخرج بره الشرطي وبرضه بيبقى مش فاكر اي حاجه من اللي حصلت. والمحققه دي وولف بتقول له ان سكوربيون هرب من الهليكوبتر، بس بيتر بيقول لها ان كان في حاجه بتتحكم في عقولهم بس ما عندوش فكره ايه هي، فعلشان كده هيروح يتكلم مع صديق ليه. وبعدها بشويه بنشوفه وصل لحمام سباحه وبتقابله إلينا اللي كانت مستنياه في الميه، ودي تبقى شغاله في قسم سيطره على الاضرار، وبتقول له انها مش متاكده من موضوع التحكم في العقول ده، بس كان في 3 هجمات شبه دي بالظبط حصلت الشهر اللي فات. وفي حاجه غريبه لفتت الانتباه في وقت الهجمات دي، وهي ان في قاعده بيانات تم اختراقها ب 30 حساب مختلف لموظفين وكلهم دوروا على نفس الحاجه وهي في ماكس. بيتر ما عندوش فكره الكود او الكلمه دي بتعبر عن ايه او ايه معناها، بس الغريب ان الكل دور عليها في نفس الوقت. وبعدها بيروح لمقر السيطره على الاضرار علشان يفهم ايه هي ملفات الفي ماكس دي، وبنعرف ان المبنى ده بيتم فيه احتجاز ومعالجه الاشخاص الخطرين. وبيتر بيقابل المدير بيل، واثناء ما هم ماشيين بيلاقي مجموعه من الساموراي او اللي هم جماعه اليد، فبيل بيقول له انهم بعد ما كانوا حاجزينهم عرف انهم مجموعه اشخاص طيبه بس كانوا عايزين حد يوجههم صح، واحنا عملنا معاهم كده وبقوا جزء من منظومه الامان للمبنى. وبيلاقي انهم كمان بيعدلوا على اليد بتاعه شوكر، وبيقول له بيل انها كانت فعلا خطر مع شوكر، لكن برضه المفروض انهم يستفادوا ويتعلموا من التقنيه دي علشان يحموا بيها العالم من اي تهديد. وبيقول له ان جوهر المنشاه هنا هو ان اي ضرر بيواجه العالم ممكن يحولوه لصفهم وكمان يبقى زياده امان ليهم. وسبايدر مان بيبدا يساله عن الروح الشريره اللي بتسيطر على عقول الناس وانها هاجمت 4 منشآت من فتره قليله، بس بيل بيقطعه وبيقول له انا شفت كاميرات المراقبه وخدت بالي ان الروح حاولت تسيطر عليك لكن فشلت، ودي حاجه مهمه جدا. وبيكمل وبيقول له انهم في وضع صعب جدا لان الروح دي لو جت لهنا ولقت اللي بتدور عليه ممكن يبقى الوضع كارثي، وان هو املهم الوحيد في انه يوقف الروح الشريره دي. وقبل ما بيمشي بيساله لو يعرف حاجه عن ملفات الفي ماكس، لكن بيقول له لا معرفش. وبعد ما بيمشي بنشوف بيتر باركر وهو قاعد في كافيه وبيكلم المحققه
المحققه دي وولف وبيسالها يبدا منين، فقالت له انه يبدا يدور على سكوربيون لان ده هو اللي هيوصله بالروح الشريره اللي بيدور عليها. فقال لها انه لو ظهر في اي كاميرا في المدينه هيعرف مكانه وهيتحرك عليه. واثناء كلامهم بيلاقي نيد صاحبه داخل الكافيه يشتري حاجه، فبيقفل معاها وبيركز معاه علشان بيبقى وحشه جدا طريقته في الكلام وخفه دمه، وبيراقبه وبيفضل ماشي وراه وبيلاقيه عامل حفله جوه بيته وبيدخل وراه وبيعمل نفسه واحد من المعزومين. وبيخش اوضه نيد وبيعرف انه مهووس جدا بشخصيه سبايدر مان وعايز يعرف هو مين. ونيد بيخش وبيقول له انه مهووس جدا بشخصيه سبايدر مان، وده لانه انقذه هو واصحابه لما كانوا في رحله مدرسيه، علشان كده هو عايز يعرف هو مين عشان يشكره. وبيعرف كمان ان هو اللي عمل التطبيق اللي بيتتبع مكان سبايدر مان لما بيكون لابس البدله، وبيعرف مكانه بسبب موجات معينه في البدله. وبيقول له عن اكتر اتنين شاكك انهم يكونوا سبايدر مان واللي هم فلاش ومدرسه. طلع عبيط جدا يعني. وفي الوقت ده بتدخل ام جي ولما بتشوفه بيعرفها بنفسه وبيقول لها ان اسمه مينارد، وبيبقى متوتر لما بيشوفها لانها كانت وحشاه جدا. وبيطلعوا عشان يكملوا حفلتهم، لكن بيتر بيتصدم لما بيلاقي ان ام جي بقت مرتبطه، ولما بيشوفهم مع بعض بيحزن جدا وبيمشي من الحفله وهو متضايق. وبيفضل يتنقل ما بين المباني وهو بيفتكر ذكرياتهم مع بعض، وبيفتكر لما كان بيقول لها انها تنساه وانه هيرجع وهيفكرها بيه، بس ما عملش كده علشان ما يدخلهاش تاني في مشاكل. ولما بيرجع اوضته بيبقى متضايق جدا وبيفضل يبص على الورقه اللي كان المفروض يديها لها عشان تفتكره، لكن فجاه ايده بتوجعه جامد جدا وعينه كلها بتتحول للون الاسود وكأن في حاجه سيطرت عليه، وبيفقد الوعي. وبيحلم بالذكرى اللي كانت مع عمته ماي لما كانت بتشجعه لانه كان مكسور ومتضايق. ولما بيفوق من الحلم ده بيلاقي نفسه شبه عريان وسط شرنقه ممدوده على طرف المبنى، وبيبقى مش فاهم ايه اللي وصله لهنا، وبيحاول يخرج نفسه لكن كمان مش بيلاقي معاه جهاز الشبك بتاعه، فبيبقى زيه زي الشخص الطبيعي. وفعلا الخيوط بتبدا تتقطع وبيقع، لكن هو بيقع بيلاقي ايده نفسها بقت بتطلع خيوط عنكبوتيه ومش محتاج اجهزه، ومن كتر صدمته بيقع. والوقعه ما بتكونش اسوأ حاجه بالنسبه له، انما استيعابه ان جسمه اتغير بطريقه غريبه وايده بتوجعه جدا. ولما بيطلع شقته بيلاقي ان اوضته كلها مليانه خيوط عنكبوت في كل حته، وايفي المساعد الشخصي بتاعه بتقول له ان الحمض النووي العنكبوت اللي في جسمه زاد بشكل كبير جدا، وان ده ممكن يكون حصل له بسبب صدمه نفسيه كبيره او بسبب العزله، وده بيحصل طبيعي لكل العناكب. ده غير ان حواسه بقت حاده زياده عن اللزوم، وده ممكن يسبب له مشاكل ولازم ياخد وقت يرتاح ويرجع توازنه. وبتقول له كمان انه ما يقدرش يستخدم الخيوط العضويه مع القواذف في نفس الوقت. وطبعا بيتر بيتجاهل تحذيرات المساعد الشخصي وبيحط القواذف، لكن جسمه بيرفضهم وبيتضربوا لقدام بقوه كبيره. فدلوقتي ما عندوش اي اختيار تاني غير انه يتعلم يستخدم الخيوط العضويه دي. بس لما بيطلع على السطح عشان يتدرب حواسه الفائقه بتخليه يسمع كل التفاصيل الصغيره اللي حواليه، حتى اصغر نقطه ميه بتنزل على الارض، وبيقدر يسمع كل حاجه بتحصل في المدينه. وعشان كده لازم يتعلم يكون سبايدر مان جديد، بس المره دي في اصعب نسخه. وفي اول محاوله ليه مع الخيوط العضويه بتسبب له قرف شديد جدا، وده لان قوامها سائل لزج ومقرف، وبياخد ثواني عشان يحط ايده في الوضعيه الصح علشان تطلع مظبوطه. وفجاه ايده بتضرب خيوط في كل حته زي المدفع ومش قادر يتحكم فيها. بس الحظ السيء دي وولف كلمته وقالت له ان كاميرات المراقبه كشفت ان سكوربيون بيهاجم مبنى وجه الوقت يعمل شغله، وبيبدا يتحرك ناحيته بس بطريقه عشوائيه جدا، وده لانه مش متعود على الشباك الجديده. وبنلاقي ان سكوربيون بيسال الشرطي عن ملفات الفي ماكس، ووقتها بيوصل سبايدر مان لكن بيفضل يتخبط في كل حاجه، وسكوربيون بيفضل يضرب فيه، لكن سبايدر مان بيستجمع قوته وبيعرف انه يضربه فعلا. ولما بيناديله باسمه وبيعرفوا انه هيتقبض عليه قال له انا مش سكوربيون اصلا، وبنفهم ان دي الروح الشريره وانها مسيطره عليه، وبيتفوق على سبايدر مان بكل سهوله وبيستهزأ بيه. بس وقتها بنلاقي ان سبايدر مان عينه كلها بتتقلب باللون الاسود تاني، والغضب بيتملك منه وبيفضل يضرب فيه، وحتى كمان بيصيب شرطيين من غير ما يقصد، وبيكتف سكوربيون في الحيطه، وبيبان ان الروح الشريره كانت فعلا مسيطره عليه، وده علشان تدور على ملفات الفي ماكس وهي في جسمه. ولما سبايدر مان بيرجع لتركيزه تاني بيفضل يعتذر للمحققه دي وولف لانه ما كانش يقصد انه يؤذي الشرطيين، لكنها بتقول له انه لازم يحل المشاكل اللي بتحصل له ايا كانت ايه هي، لان المره الجايه مش هتعرف تساعده. وتاني يوم بيروح للدكتور بروس بانر وبيكون بيدي محاضره في الجامعه، وبيبان ان كل الطلاب بتحضر له عشان عارفين انه هالك مش عشان دكتور في جامعه. وفي بنت بتساله ليه ثانوس كان عايز يقتل نص البشر بسبب الموارد اللي مش هتكفيهم، مع انه كان ممكن بالقفاز يجيب موارد تكفي كل البشر. وبروس مش بيعرف يرد عليها وبينهي المحاضره، وبيتر باركر بيروح له وبيعرف انه طالب عنده وانه مهتم بالتكنولوجيا، وبيساله عن تفاصيل الجهاز اللي لابسه عشان ما يحولهوش لهالك، وبيعرف انه بينشر اشعه جاما في جسمه. وبيتر بيحاول
بيحاول يعرف من بروس معلومات اكتر عن الجهاز عشان يعمل واحد زيه ليه، وده بسبب التغيرات اللي بقت تحصل له هو كمان واللي بتحوله لحاجه غريبه لسه مش فاهمها. ولما بيروح بيحاول فعلا يعمل زيه، وبيبدا يشوف فيديوهات العناكب لانه حاسس انه بدا يتحول لعنكبوت فعلا، وبينجح انه يعمل جهاز وبيبدا يركبه في جسمه، وبيلاقي ان حاسه العنكبوت عنده بدات تهدى جدا فعلا وبقى احسن بكتير. وبينزل الشارع عشان يجرب الجهاز وبيركب اجهزه الشباك في ايده، وفعلا بتبدا تشتغل. لكن فجأة بيلاقي حاسة العنكبوت عنده بدأت تعلى جدا، والجهاز بيطلق قنابل شبكية من غير ما ياخد باله، فبيشيل من جسمه الأجهزة عشان ما يعملش مشكلة أكبر. وفي واحد بيبدأ يستهزأ بيه، وبيتر بيفتكره إنه شخص عادي وبيسيبه وبيمشي، لكن بيفضل وراه وبيكلمه بطريقة غريبة، فبيعرف إنها الروح الشريرة وإنها مسيطرة على عقله، فبيتكلم معاها والروح بتسأله هو ليه شغال مع منظمة بتطرد المختلفين والمميزين مع إنه مميز زيهم. لكن سبايدر مان بيقول له إنهم بيطردوك مش لأنك مختلف أو مميز، لكن بيطردوك علشان بتسبب خراب للمدينه وخطر عليها. بس الروح قالت له المهم انها دلوقتي بتدور على ملفات الفي ماكس، وانها كانت بتتحكم في سكوربيون علشان تحاول تجيبها، لكن هو وقتها اعترض طريقها، وبتقول له انها دلوقتي بجسمها الحقيقي في بيته. وسبايدر مان بيقول لايفي تعرض له كاميرات البيت، وفعلا بيلاقيها هناك وماسكه الورقه اللي كان هيديها لام جي. ولما بيتعصب على الشخص اللي هي متحكمه فيه بتبدا تنتقل لكل شخص ماشي جنبه، وبتقول له انها تعرف حقيقته لام جي وهتدي لها الورقه، وبتتنقل ما بين الاشخاص بسرعه علشان تروح لام جي. وسبايدر مان هو كمان بيحاول يوصل لام جي بسرعه قبل ما الروح الشريره توصل لها علشان ام جي ما تشوفش الورقه وتعرف حقيقته. ووقتها الروح الشريره بتتحكم في طياره هليكوبتر، وسبايدر مان بيسال ايفي الروح دي بتحتاج مسافه قد ايه علشان تعرف تتنقل ما بين الاشخاص، ولما بتحسبها وبتقول له بيربط الطيار في برج علشان ما يعرفش يتنقل ما بين الاشخاص، وده لان مفيش حد قريب منه. وبيتر ساعتها بيروح لام جي وبتبقى مستغربه ليه سبايدر مان جالها فجاه كده، فقال لها ان في مجرم خطير بيطاردها وان هو جه عشان ينقذها، وفعلا بياخدها وبيطير بيها وبيحاول يروح بيها لمكان امن بعيد عن الروح الشريره دي عشان ما توصلهاش. وبيقف في مكان وام جي بتساله هو ليه في مجرم خطير بيدور عليها، وسبايدر مان بيبقى مش عارف يقول لها ايه، لكن بتصدمه لما بتساله ان هم يعرفوا بعض لان مفيش تفسير تاني، وده لان سبايدر مان على طول كان بينقذها هي وند، وكمان دلوقتي بيحاول ينقذها تاني، فاكيد هي تعرفه من المدرسه او كانوا اصحاب هم صغيرين او اي حاجه شبه كده، وانها مش فاكره اي حاجه وكأن في حد نساها، بس هي حاسه انها تعرفه. ولما بتقلعه الماسك بالكامل بتناديله باسم بيتر باركر، فبيفهم انها افتكرته وبيحضنها وبيفرح جدا وبيفضل يعيط وبيقول لها انها كانت وحشاه، لكن يا فرحه ما تمت. بيتر بيتصدم لما بيلاقيها انها مش ام جي اللي بتتكلم كل ده، وان الروح الشريره سيطرت على عقلها وان هي اللي بيتكلموا من خلالها، وعملت كل ده عشان تضايقه، وبتهدده انه لو اعترض طريقها تاني هتوري لحبيبته الورقه او هتموتها خالص. وساعتها بيتر بسبب حزنه وغضبه عينه بتبدا تتحول للون الاسود بالكامل، وبيبقى مش متحكم في نفسه، وبيمسكها وبيقول لها تخرج من جسمها، لكن بتضربه وبترمي نفسها وبتخرج من جسمها، وام جي بتفوق وهي بتقع من المبنى، بس سبايدر مان بيرمي نفسه وراها وبيوصل لها وبيحضنها قبل ما تتصدم بالارض، وبيلاقيها فاقده الوعي. وساعتها في راجل بينزل من العربيه وبنلاقي ان الروح الشريره بتتحكم فيه، لكن سبايدر مان بيكون منهار وبيقول لها انها خلاص فازت عليه وانه مش هيعترض طريقها تاني. وبنلاحظ ان الشخصيه اللي بتتحكم في الروح دي قاعده في العربيه وبتديله الورقه اللي كان كاتبها الام جي، وده مقابل انه ما يعترضش طريقها تاني وهي بتدور على ملفات الفي ماكس. وبعد كده بتسيبه وبتمشي، لكن وهي ماشيه سبايدر مان بيكون عارف شكلها وبيحتفظ بيه، ووقتها ام جي بتفوق وبياخدها وبيدور على مكان امن يوديها ليه، وبيسيب كل الاماكن اللي في الدنيا وبيروح لبانشر، واول ما بيخش بيلاقي افخاخ في كل حته وبيعدي منها بصعوبه جدا، وبانشر بيجيله وبيتر بيقول له انه محتاج مساعدته عشان يحمي ام جي، بس طبعا فرانك بيرفض وبيتر بيترجاه، وفي النهايه بيوافق وبيدخلهم لمخبأه. وسبايدر مان طلع اللابتوب بتاعه ووراهم صوره البت اللي صورها، وبيقول لهم انه حاسس ان البت دي هي اللي بتتحكم في الناس وهي السبب في كل ده، وده لانها هربت من دور رعايه من فتره طويله واسمها في الملفات جين جراي، وحاليا فاضل 5 مقرات بس للسيطره على الاضرار لسه ما تهاجموش منها، وهو حط انظمه انذار في كل مقر، فعلشان كده مجرد ما الانذار يشتغل هيعرفوا مكانها بالظبط. ودلوقتي بيتر محتاج يرجع البيت عشان يشتغل على المثبط بتاعه، بس بانشر بيقول له انا هنا عندي كل حاجه ممكن تساعدك. وفعلا بيتر دخل اوضه فرانك ولقاها مليانه معدات وفضل شغال على الجهاز يعدل فيه، وساعتها ام جي بتتكلم معاه من غير ما تشوفه لانه بيبقى شايل الماسك، وبيبدا يسالها عن حبيبها وهي كمان بتساله، وبيقول لها ان كان عنده بنت بيحبها فعلا بس الظروف اجبرته انه يسيبها عشان يحميها، لكن وهما بيتكلموا بيحصل عطل في الجهاز اللي بيعمله، فام جي علشان شاطره في التكنولوجيا بتيجي علشان تساعده، وبيلبس الماسك وقتها وبتساله عن كذا حاجه، وبتبدا تفهم ان الجهاز بيبوظ كل شويه بسبب العدسات اللي في البدله، وده لانها بتكون قريبه جدا من الجهاز وبيطلع اشعاع بيرفع حرارته وبيعطله، وفعلا لما بيعدل برمجتها بيلاقي انها نجحت وبتنزل حاسه العنكبوت للحد الطبيعي. وتاني
تاني يوم بانشر بيساله هو صلح الجهاز ولا لسه، فقال له ايوه، وانه كمان عمل جهاز تاني لجين جراي ولو عرف يحطه في جسمها يفقدها قوتها تماما. واثناء ما هما بيتكلموا بيجي له اشعار من دي وولف وبتقول له ان كاميرات المراقبه لقطت ان جين في مبنى السيطره على الاضرار وبتدور على ملفات الفي ماكس، فبيروح وراها وبانشر بيقعد مع ام جي عشان ياخد باله منها. بس بعد ما سبايدر مان بيمشي ام جي بتقول لبانشر انه ما يسيبهوش يروح لوحده لانه اكيد هيحتاج مساعدته. وفي الوقت ده بنشوف جين وهي داخله المبنى وبتدور على ملفات الفي ماكس لكن مش بتلاقي حاجه، والمدير بيل والفريق بتاعه بيبقوا مستخبين ورا مستودع محمي وبيتعرفوا انها تعرف توصل للملفات. وساعتها بنشوف سبايدر مان بيوصل للمبنى وبيلاقي ان جين دمرته بالكامل وبتقوله انها حذرته انها هتموت حبيبته لو وقف في طريقها تاني، بس بنلاقي انه بيستدرجها في الكلام علشان يقرب منها ويحط على جسمها الجهاز. لكن وقتها هي اللي بتفاجئه وبتديله الجهاز بتاع دكتور بروس بانر وبيتصدم لان ده معناه ان بروس هيتحول لهالك، وفعلا بيلاقي هالك قدامه وجين بتكون متحكمه فيه وبيفضل يجري منه وكل ما يضربه التواصل بينه وبين جين بيكون اصعب. لكن بنلاقي ان هالك اتعصب اكتر وبيفضل يضرب فيه، بس وقتها بنلاقي ان بانشر جه وبينقذه وسبايدر مان بيحدف قنبله شبكيه على هالك وبيكتفه وبيفضل يزعق لبانشر انه جه وساب ام جي. وبنلاقي ان هالك بيفك نفسه وتعصب جدا وكان لسه هيخلص عليهم، بس سبايدر مان وبانشر بيعرفوا انهم يضربوه وده بيفصل التواصل بين هالك وجين. وجين لما بتشوفهم في الكاميرات بتبدا تتحرك عليهم وبتقدر ساعتها تتحكم في بانشر. وفي الوقت ده سبايدر مان بيروح للدكتور بانر وبيلاقي انه رجع لشكله الطبيعي، لكن بيكون متضايق جدا انه بقى يتحول تاني ومش عارف ازاي ده حصل وهو لابس الجهاز وبيبقى مش فاكر اي حاجه من اللي حصلت. بس سبايدر مان قال له ان كان في حد متحكم فيه وقلعه الجهاز وده بيضايقه اكتر وبيبدا يتحول لهالك تاني بسبب غضبه، وبيفضل يقول لسبايدر مان انه يخرج من المبنى قبل ما يتحول وبيكون يتحول بالكامل وبيبدا يتقاتل مع سبايدر مان. لكن سبايدر مان بيحاصره بشباكه وهالك بتسقيفه منه طياره سبايدر مان. وسبايدر مان وقتها بيعرف ان جين بقت متحكمه في بانشر وانه بيحاول يفتح الباب المصفح اللي مستخبي فيه المدير بيل والفريق بتاعه، وسبايدر مان بياخد دراع شوكر وبيلبسه، لكن هالك بيجري عليه وبيطلع بيه بره المبنى وبيفضل يضرب فيه، والجهاز اللي كان هيحطه لجين كان هيقع منه بس بيعرف يجيبه تاني وبيقدر يسيطر على هالك بشباكه وبيحاول يحط له الجهاز عشان يرجعه لطبيعته. لكن الجزء ده من المبنى بيقع وبيفضلوا يتقاتلوا، وساعتها هالك بيتعصب جدا وقوته بتتضاعف وكان لسه هيخلص على سبايدر مان، وسبايدر مان عارف انه مش هيقدر يهزمه فبيقرر ينادي الجانب الطيب اللي جوه هالك وبيقول له انا بيتر اللي كنت بساعدك في فريق الافنجرز. وفعلا بنلاقي انه سابه وبدا يهدى، لكن بسبب الخيوط اللي كانت مكتفاه بيقع من المبنى. وفي الوقت ده بنلاقي ان جين عرفت تفجر الباب وبتخش البيل وهي متحكمه في بانشر وبتساله فين ملفات الفي ماكس، بس ساعتها سبايدر مان بيوصل وبيركب الجهاز لجين وبنلاقيها انها فعلا فقدت قدرتها على التخاطر او التحكم بالعقل، وبانشر بيرجع لوعيه من تاني وبيل بيحقنها بحقنه مخدره، وقبل ما تفقد الوعي بتقول لسبايدر مان اسم ساره وبيبقى مش فاهم قصدها ايه. وفي الوقت ده بنشوف الاسعاف وهي واخده دكتور بانر عشان تعالجه، والمدير بيل بيشكر سبايدر مان على اللي عمله، بيعرفوا انهم يحتفظوا بجين عشان يعالجوها، وسبايدر مان بيقول له انها قبل ما تفقد الوعي قالت اسم ساره وبيساله ده معناه ايه، فقال له انها قبل ما يحط لها الجهاز كانت بتحاول تتحكم في عقله وانه عنده ذكرى حزينه مع ساره حبيبته وانها ممكن تكون شافت الذكرى دي وهي متحكمه في عقله علشان كده قالت الاسم ده. وبيتر بيسيبه وبيرجع لام جي، لكن بيتصدم لما بيلاقيها انها ماسكه الورقه اللي كان المفروض يوريها لها وبتطلب منه انه يقلع الماسك، ولما بتشوفه بتقول له ان هو اللي جه خد منها كوبايه القهوه وكمان جه للحفله، بس برضه بتقول له ان فعلا التعويذه اللي في الورقه نجحت لانها فعلا مش فاكراه وكمان مش حاسه انها بتحبه، وان هي مقدره انه عمل كده عشان يحميهم بس المفروض انه يكمل كده وما يظهرش في حياتهم تاني. وبيتر بيكون بيسمع الكلام ده وهو متدمر نفسيا، وده لانه بيحبها بس ما بيكونش في ايده اي حاجه يقدر يعملها، وبياخدها وبيوصلها للبيت وهو ماشي بتقول له انه لو حابب يطلع يسلم على نيد بما ان هو مهووس بشخصيه سبايدر مان، ووقتها بيظهر لنيد على تطبيق ان سبايدر مان قريب منه، ولما بيشوفه بيتصدم وبيستغرب هو ليه هنا، فبيكذب عليه وبيقول له ان ام جي كان في عربيه تخبطها وان هو انقذها وروحها، ولما بيقعدوا مع بعض بيفضل يهزر معاه زي زمان وبيقوم عشان يجيب حاجه وبيلاقي ان ام جي كانت بترسمهم، وبيتر بيقول لها قبل ما يمشي انه اسف لانه بسها لما كانت جي متحكمه بعقلها وانه كان فاكر انها هي فعلا، بس بتقول له انها كده كده مش فاكره اي حاجه، فبيتر بيبدا يركز وبيعرف ان جين لما كان بيتحكم في عقل حد اول ما بيفوق بيبقى مش فاكر اي حاجه من اللي حصلت، فبيستغرب ازاي المدير بيل قال له انه افتكر الذكرى لما جين كانت متحكمه فيه وعلشان كده قالت اسم ساره، وبيبدا يحس ان في حاجه غلط ورا بيل وبيروح يكلم إلينا وبيسالها لو في علاقه بين جين واسم ساره، وبتخش تبحث له فعلا وبتعرف ان ساره تبقى اخت جين وان مبنى السيطره على الاضرار كانوا محتاجين ساره اختها لانها هي كمان عندها نفس قوتها،
قوتها، فبيفهم ان جين كانت بتدور على اختها وانه كده سلمها للاشخاص اللي كانوا محتجزينها اصلا، وبيبدا يتحرك على بيل. وفي الوقت ده بنشوف جين وهي بتفتكر ذكرى ليها مع اختها ساره وهم صغيرين، وبنعرف من كلامهم انهم سابوا البيت لان امهم كانت شايفاهم بنات مش طبيعيه، وبنلاقي ان ساره عندها قوه التخاطر اقوى منها بكتير، وبتعلمها انها لو عايزه تتحكم في شخص بعيد فلازم تختار شخص قريب وتبدا تتنقل لغايه ما تروح للشخص اللي هي عايزه تتحكم فيه. وبتسالها طب ممكن انها تتحكم في كل الناس اللي موجوده في الحديقه، فقالت لها ان ده ممكن يحصل بس لو اتعلموا واتدربوا كويس. وساره بتقوم عشان تجيب لها ايس كريم، لكن بنلاقي ان مركز السيطره على الاضرار برئاسه بيل بيخطفوها، وده لانهم عرفوا انها عندها قوه خارقه، واختها جين كانت عايزه تروح تلحقها بس ساره بتتحكم في عقلها عشان تبعد عنها وتحميها. وبنرجع لوقتنا الحالي وبنلاقيهم انهم ربطوا جين في مكان امن، وكانت بتحاول تتحكم في عقل بيل بس مش بتعرف، وده بسبب الجهاز اللي سبايدر مان ركبه لها وكمان الحواجز اللي هم عاملينها. وبيبدا يقول لها ان القوه الهائله اللي عندها دي لو في ايد طفله زيها هتكون خطر وعبء عليها، لكن لو في مؤسسه زيهم هتبقى قوه كبيره جدا. وبتشوف التوكه بتاعت اختها وبتساله عنها بس بيتهرب ومش بيرد، ولما بتساله عن ملفات الفي ماكس بيبان انه فعلا مش عارف هي بتتكلم عن ايه. وفي الوقت ده سبايدر مان بيكون في طريقه المبنى السيطره على الاضرار، وبانشر كمان بيروح وراه عشان يساعده، وعرف مكانه من التطبيق اللي بيتتبع سبايدر مان. وبيل في الوقت ده بيكون بيعمل اختبارات على جين علشان يعرف سر قوتها ويستنسخها ويستفاد بيها، وبيعطل الجهاز اللي هي لابساه وبيقول لها انها تحاول تتحكم في عقله، لكنها بتفشل بسبب المسافه والحواجز اللي هم حاطينها. وبيكونوا بيعملوا كده علشان يقراوا اشارات المخ ويعملوا عليها ابحاث، وبيبداوا يدولها اشارات بالتخاطر لعقلها، وده بيخليها تتعب جدا وممكن تموت. بس في الوقت ده كانت جابت اخرها وبتبص لفوق وبتلاقي كلمه في ماكس مكتوب على التكييف، وبتعرف ان اختها ساره كانت بتتواصل معاها وقالت لها الكلمه دي في اشاره قبل ما تموت، وده علشان كانت بتبص عليها، علشان كده كانت عماله تدور عليها علشان توصل لاختها. وبتفهم ان اختها ساره ماتت على نفس الكرسي وبنفس الطريقه، وبتبدا تقول له انه شخص مجرم وقاتل، وبسبب غضبها بتبدا قوتها تتزايد بشكل مضاعف وبسرعه كبيره جدا. وبيل بيؤمر الدكتور انه يشغل الجهاز اللي بيوقف قوتها، لكن الوقت بيكون اتاخر وبيلاقيها انها اتحكمت فيه اصلا، وبيبدا يطلع منها موجه تخاطريه كبيره جدا، وكل اللي في النطاق ده بتبقى متحكمه في عقلهم. ولحسن الحظ بنشر بيكون خارج النطاق وبيتصدم لما بيشوف اللي بيحصل، وجين بيكسر الحواجز اللي مكتفاها، وبنلاقي ان قوتها زادت جدا لدرجه انها بتكسر الجهاز بنظره منها. وسبايدر مان بيكون وصل للمبنى وبيكون هو الوحيد اللي جين مش بتعرف تسيطر على عقله، وبيتصدم لما بيلاقي ان الكل ثابت في مكانه، بس جين لما بتعرف انه وصل بتتحكم في جنود الساموراي، وبتساله هو جه ليه، وبيقول لها انه جه عشان ينقذها ويحميها، وبيتاسف لها انه فهمها غلط، بس بتقول له ان اسفه مش مقبول وان هو اللي عايز حد يحميه دلوقتي. وبتبدا تقفل الباب وبتتحكم في جنود الساموراي وبتتقاتل معاه، وبيبقى قتال صعب جدا لانهم محترفين وعددهم كبير، بس سبايدر مان بيحاول على قد ما يقدر يقاتلهم، وبيحاول يكسر باب الاوضه اللي هي فيه وبيفشل لانه مصفح. وفي الوقت ده بنشوف جين وهي بتسحب بيل ليها وبيتكتفوا في الكرسي قدامها، وفي نفس الوقت بتتحكم في جنود تانية تقاتل سبايدر مان، وبناخد بالنا ان في سلاح معين بيوقف شباكه، وبيتقول له ان شيء مضحك جدا ان مبنى السيطره على الاضرار اللي هو كان بيدافع عنه عاملين سلاح مخصوص لقوته هو بالذات علشان لو خرج عن السيطره في اي وقت يعرفوا يوقفوه. وفي الوقت ده بيحاول يتقاتل معاهم بكل قوته، لكن جنود الساموراي بسبب عددهم بيبقوا متفوقين عليه جدا، وبنشر بيتصل بيه وبيقول له انه لازم يتصرف لان الوضع خرج عن السيطره، بس سبايدر مان بيقول له انه بيحاول، لكن كمان في الوقت ده جهاز الشباك بتاعه بيتكسر فمش بيعرف يقاتلهم خالص، وبيبقوا هازمينه جدا وبيقلع الماسك وبيستسلم. وجين قبل ما تقتله بتقول له ان اختها ماتت في الاوضه دي بسبب انها كانت مميزه زيه وزيها، وانهم ما ينفعش يعيشوا حياه طبيعيه وعلشان كده هتموته زي ما ساره اختها ماتت. وقبل ما تقتله بتساله هو شايف نفسه بيتر باركر ولا سبايدر مان، بس مش بيرد عليها، وبنلاقي انه بيشيل الجهاز اللي بيقلل قوته وكانت لسه هتقتله، لكن بيطلع خيوط من جسمه وبيقول لها ان هو الاثنين، وبيبدا يهاجم الساموراي وجلده بقى صلب جدا لدرجه ان السيوف بقت تتكسر اول ما بتيجي عليه، وكمان حواسه بقت عاليه جدا، ده غير ان خيوطه بقت قويه وسريعه جدا لدرجه انه بيعمل عش كامل في لحظه وبيحط الساموراي جواه، وبعدها بيخترق الباب وبيخش الجين وبيقول لها انها مش شخصيه مجرمه وان اللي بتعمله ده مش هيصلح اي حاجه. وفي الوقت ده بنشوف ان بانشر وقف عند عماره عاليه وبيطلع سلاح القناصه بتاعه وبيبدا يركز مع جين عشان يموتها وموجه التخاطر بتاعتها تختفي، وساعتها بنشوف جين وهي بتقوم لسبايدر مان وهي متعصبه جدا وبتحاول تدخل عقله دلوقتي، وده بعد ما قوتها زادت اضعاف، وفعلا بتنجح انها تدخل عقله وبنشوفه
وهي عمته مي بتشجعه انه يبقى اقوى مهما حصل، وبتتخيل نفسها مكانه وان الكلام ده بيتقال ليها وهي بتحضنها، وفعلا بتهدى وحزنها بيقل جدا. وسبايدر مان هو كمان بيجي لها وبيواسيها على موت اختها وبيشجعها انها تنسى اللي حصل لانها شخص كويس، بس وهو بيكلمها بيحس ان في حاجه غريبه، فبيرجع للواقع بسرعه وبيحضنها، والرصاصه بتاعت بانشر بتيجي فيه هو، ووقتها الموجه بتاعتها بتختفي وكله بيرجع لوضعه الطبيعي، وبيتر بيقع وبينزف، وجين بيكون خايف عليه جدا وبيقول لها انها تهرب عشان هيدوروا عليها، وبنلاقي ان بانشر بياخده وبينقله للمستشفى، وكل وسائل الاعلام بتبدا تذيع خبر ان سبايدر مان تعبان جدا وانه ممكن يموت، والمدينه كلها بتبقى حزينه عليه جدا، وبيفضلوا واقفين تحت المستشفى، وبنلاقي ان جين هربت فعلا وكان بتحاول تتواصل مع عقل سبايدر مان من مكانها لكنها مش بتعرف، وفي نفس الوقت بنلاقي ان سبايدر مان فاق، فبانشر بيفرح جدا وبيتاسف له ان الرصاصه جت فيه هو، بس بيقول له انه ما كانش يعرف، وبيتر بيسامحه، ومع الوقت بيتر بيقوم وبينزل من المستشفى، وبانشر بيبص من الشباك للناس وكانه سبايدر مان، وده علشان يطمنهم انه فاق، وبيتر بيكون وسطهم وشايف فرحه الناس وحبهم لسبايدر مان، وبيعرف ان هو مش وحيد وان المدينه كلها بتحبه، وبنشوف انه رجع لحياته الطبيعيه وبيروح يزور قبر عمته مي، وبنعرف ان جين هي كمان عايشه حياتها طبيعيه وسط الناس، وده من غير ما يكون حد عارف حاجه عن قوتها الخارقه، وبنعرف ان ام جي بدات تفكر في بيتر وانها شبه بدات تعجب بيه من تاني. اما نيد فبيكون قاعد في كافيه وبنلاقي ان بيتر بيروح له وكانه شخص عادي لكن بيسلم عليه بالطريقه بتاعتهم زي زمان، ولما بيعملوا كده بيكون برضه شبه افتكر ذكرياتهم مع بعض. وبعدها بفترة بنشوف تطبيق سبايدر تراكر وبيكشف ان في نسخة تانية من سبايدر مان ظهرت بس في كوكب تاني غير كوكب الارض، والتطبيق بيتقفل وبيسيب رسالة وهي ان سبايدر مان راجع. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبكم الفيلم ما تنسوش الاشتراك في القناة لمتابعة كل جديد، وسلام.